بنرجع تاني ونفتكر لما الإمبراطور يان أخدهم على الكهف، وكمان نادى على يانج وقال له تعالى ورايا يانج عشان الموضوع خطير. هو بنشوفهم واقفين هنا، شياو قلقانة جدا من اللي بيحصل، وبتقول له يا جدي ايه اللي هيحصل ده والموضوع خطر. وبنشوف الإمبراطور يان وهو بيعمل تعويذة على باب الكهف عشان محدش يدخله. هو بيقول لي يانج ببساطة انت قدامك ساعتين علشان تقدر تثقل اللي في ايدك ده أهم حاجة، تقدر تثقل الختم السماوي ده وتخترق مستوى سيء قتال عشان تقدر تواجه اللي موجودين برا دول. بيقول ما تقلقش. وهنا بتتكلم المعلمة وهو بتقول انا خايفة لو يانج ما قدرش يعمل في الفترة دي، لكن يانج بيقول لها ما تقلقيش، انا في اقل من الفترة دي هكون نجحت ان انا اثقل الختم السماوي ده، ما تقلقوش من اي حاجة. وفعلا بيقعد يانج وبيبتدي يثقل الختم السماوي، وهو بتكون المعلمة شو قلقانة جدا وبتقول انا خايفة يقدروا يخترقوا قبل ما يانج يقدر يخترق. لكن الامبراطور تيان بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش من حاجة، التعويذة دي هتصمد لحد ما يخترق. بيتنقل بينا المشهد وهنشوفهم واقفين بره، وهو بيكون جاية واقف مع الجنود وهو بيقول لهم احنا مش هنقدر نخترق ده. وبيحاول واحد من الجنود ان هو يخترق وبيضرب فعلا، لكن بيكتشف ان الحاجز ده بيمتص طاقته الروحية. حرفيا بيقول الحاجز ده يمتص كل طاقته الروحية. جاية بيقول انت غبي، حاجز زي ده سحري اكيد مش هيسيب طاقة روحية فيك وهيمتصها عشان يقوي من نفسه، لكن علشان تخترقه لازم نستخدم قوة بدنية قوية جدا، وده يحتاج انك يكون مستواك وطاقتك البدنية عالية جدا. في اللحظة دي المحارب بيقول له طيب يعني انت عندك الفكرة دي ما تجربها، انت واقف بتقول لي ليه مثلا يعني. وفعلا جاي بيروح ويضرب الحاجز، وفي اللحظة دي بيكتشفوا ان الحاجز اتأثر فعلا بالضربة. بيكون المحارب ده مبسوط جدا وبيقول له ايوه كده يا جاب برافو عليك، انت كده بتفكر، عايزك تستمر في ضربه بقى لحد ما تخلص عليه. لكن جاي بيقول له انا على الاقل محتاج ساعة عشان اقدر اخترق حاجز زي ده، حاجز قوي جدا وهياخد مني وقت طويل حتى لو كانت قوته البدنية عالية. وفعلا بيبتدي يضربه. هنا الامبراطور تيان بيكون قلقان وشو كمان بتكون قلقانة، وهو بتقول له كده هم هيقدروا يخترقوه. بيقول لها فعلا هيقدروا يخترقوه في خلال ساعة بأكتر توقيت او تقدير. بتقول له بس ده قليل جدا، انا محتاجة ان يقدر يانجي يتخطى. بيقول لها فعلا قليل وانا ما اقدرش اتخطى ولا اعمل اي حاجة ولا استخدم طاقتي، لان استخدام طاقتي بيقلل من عمري كتير وانا جسمي ضعيف جدا، وانا محتاج ان يانجي يتخطى وكمان حفيدتي تقوم. هنا في اللحظة دي المعلمة شو بتقول طيب انا اعمل ايه علشان اقدر اقوي ده. هنا بيقول لها لازم تستخدمي طاقتك وتمدي الحاجز بالطاقة بتاعتك علشان يقدر يستمر، وبتعمل كده فعلا. وبنشوف يانج وهو هنا موجود في مكان غريب جدا وبيشوف نفسه في صورته الحقيقية وبيكون مصدوم جدا، وهو بيستغرب هو ازاي اتوجد بالصورة دي وهو اصلا في صورة شخص تاني خالص، ومش مستوعب ان هو بعد السنين دي كلها ممكن يشوف نفسه في صورته الحقيقية. بيكون فرحان وشايف نفسه لكنه بيتفاجئ بوجود يون هاي. بيقول انت فين يا صديقي، انت ازاي موجود هنا. هو بيكون يانج فرحان جدا 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 باللي هو شايفه. يون هاي صديقي وصاحب عمري موجود هنا. بيقول له ايوه انا موجود ومرحب بيك، ما كنتش متوقع اني اشوفك بعد السنين دي كلها. مرحب بيك في مرايا عالم لوشن. بيقول له مرايا عالم لوشن، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما كنتش اعرف ان انا اصلا جاي من المكان ده، انا بس عايز اخترق لمستوى سيء القتال وارجع قوتي القديمه علشان اقدر يكون ليا مكانه اكبر في عالم البشر. يونهاي بيقول له ايوه دي مرايا عالم لوشن. في اللحظة دي بيدخل يانج وبيقول له أنا عايز أفهم يا يون، مقاتل قوي زيك إيه اللي خلاه يفضل موجود هنا في مكان زي ده؟ مش فاهم برضو سبب وجودك هنا. لكن هنا بيتكلم يون وبيقول له أنا في آخر معركة ليا هزمت، المعركة دي كانت بيني وبين فضائيين. يانج بيتصدم جدا وبيقول الفضائيين دول أصلا ملهمش وجود، إزاي تقول إن كائنات زي دي موجودة؟ لكن يون بيقول له لأ، الحقيقة إن هم موجودين فعلا، وأنا قدرت أهزمهم وقتلت منهم عدد كبير جدا وقدرت برضو أرجع. بيقول له يعني إيه؟ يعني أنت قتلت معهم فعلا وشفتهم بعينك؟ فعلا هو ده اللي حصل يا يانج، دي الحقيقة، قدرت أقتل منهم جنرالات كتير جدا كمان. يعني أنا لما أنزل على الأرض تاني هواجه الفضائيين دول، معقول دول أصلا موجودين على الأرض؟ بس الإمبراطور يان قال لي نفس الكلام وأنا مصدقتوش. على العموم أنا لازم أقولك حاجة يا يانج، انت لازم تكون شخص قوي وتقدر تواجه اللي جاي، وإلا مستقبل القارة هيكون غامض حرفيا. قارة كانج مش هيكون لها مستقبل، وده اللي أنا شفته وأنا راجع للأسف، واللي خلاني أفضل هنا في مرايا لوشان إني لما قتلتهم وقدرت أهزمهم بعدها رحت قابلت فعلا مرايا لوشان، وكانت مراية موجودة في مكان استغربت وجودها، ولما كشفت على القارة لقيت مستقبل غامض جدا. بيتصمت ضميانج هنا وبيقول له يعني أنا مش فاهم إيه اللي أنت شفته وخلاك تفضل في مكان
زي ده وتخاف. هنا يون بيقول له انا هوريك بنفسك، تعالى يا يانج وشوف بعينك، انت مقاتل قوي ولازم تعرف ده. شوف، بيقول له انا مش شايف غير ظلام وحاجة تشبه الدوامة، دوامة عبارة عن ظلام عمالة تكبر. هنا يوم بيقول له ببساطة اللي انت شفته ده هو مستقبل القارة، غامض ومجهول، ومعناه ان في احتمال كبير جدا لهلاك القارة ودمارها على ايد أشخاص مش معروفين، وهم الفضائيين، لأنهم هم اللي بيمثلوا الطاقة الظلامية. أنا شفت الطاقة الظلامية اللي خارجة منهم. وهو أنت لو ما كنتش قوي كفاية يا يانج فأنت مش هتقدر تعمل أي حاجة، وهيهزموك وهيدمروا القارة. لازم أكون قوي جدا علشان أقدر أعمل ده يا يون، على حسب كلامك إن مقاتل قوي زيك ما يقدرش يهزمهم، فأنا هقدر أهزمهم. هنا بيتكلم يون وبيقول له فعلا أنت الإمبراطور النجم العظيم، وأنت الأمل اللي باقي لينا. انا خلاص ما عادش ليا طاقة وما عادش اقدر ارجع تاني للارض، لكن انت موجود وقادر ترجع وطاقتك بتكبر. يعني ايه؟ انا محتاجك تكون معايا، لازم تكون معايا يا يون، انا هاخدك معايا واحنا راجعين. لكن يون بيقوله لا، انا مش هقدر اكون معاك، ده اقصى حد ممكن اوصله، انا خلاص تعبت ومحتاج ارتاح. لكن اللي انا اقدر اقدمه لك ان اديك الطاقة بتاعتي اللي باقية ليا، وده تقدر تستخدمها وكمان تفيدك. هنا يانج بتقول له لا، انا مش عايز الطاقة بتاعتك، انا عايزك انت بشخصك تكون معايا، لازم تكون معايا وتدعمني يا يون. يون بيقول له ما اقدرش، لكن انا هديك الطاقة بتاعتي ولازم تستفيد بيها، وهي هتساعدك جدا في انك تخترق. بيقول له شكرا ليك، انا مش قادر اقول لك ايه، لكن انا حزين، كان نفسي ترجع يا صديقي معايا، لكن هرضى باللي بيحصل ده. وفعلا بيمتص يانج الطاقة دي، وبنرجع تاني للكهف، وبيكون جاية عمال يضرب في الحاجز، وهو بيكون حرفيا هيكسره. شياو بتكون مرعوبة وبتقول هو لو استمر كده هيخلص علينا كلنا وهيدمر الحاجز، احنا لازم نخرج ونقتله. وهو بيكون يانج لسه قاعد برضه بيحاول يثقل النجم السماوي اللي معاه. هو بيكون الامبراطور تيام قلقان جدا وبيقول لازم يانج يخلص بسرعة والا هنكون في خطر كبير جدا كلنا. هنا المعلمة شو بتقول انا هواجههم، مش هسيب برضو حد يقدر يوصل ليانج. بيقول لها لا، جيا يتلبسه شيطان قوي جدا ومش هتقدري تتحكمي فيه ولا تتعاملي معاه. هنا بتحاول ان هي تدعم الحاجز ده لكن بيتكلم هنا المحارب ده وبيقول له خد بالك ان المعلمة شو بتحاول تدعم الحاجز، وده هيضيع المجهود اللي انت عملته، لو قدرت تصلح كل اللي فيه هتبهدلك. وهنا فعلا بيضرب ضربة قوية جدا بتأثر على المعلمة شو، وبتأثر تسبب لها آثار جانبية كبيرة جدا وضرر كبير جدا، لكن المعلمة شو بتصر على ذلك. هنا المحارب ده بيقول له انا عايزك تخلص عليها في ضربة واحدة، ضربة واحدة يا جاية، مش اكتر من كده. هنا فعلا جاية بيضرب ضربة قوية جدا للحاجز بتتسبب في المعلمة شو تترمي على الارض حرفيا، وبتكون شياء وهتتجنن عليها. لكن المعلمة شو بتقول لها ما تقلقيش، انا كويسة، ما تخافيش عليا، انا هقدر اقف قدامهم. هو بتتعصب شياو جدا لكن شياو بتكون ضعيفة. هنا المحارب ده بيقول له يا جيا انا عايزك تخلص الحاجز ده وكمان تقدر تنهيه بضربة واحدة. جيا بيجهز ضربة قوية جدا علشان يضرب الحاجز، وبتكون الضربة دي كفيلة فعلا ان هي تنهي الحاجز كله. هنا المعلمة شو بتحاول ان هي تصد الضربة دي، لكن بيكون الضرر الناتج عنها قوي جدا. لكن بنتفاجئ في اللحظة دي ان يانج فعلا قدر يثقل النجم السماوي وفاق، وبيقول لهم ايه اللي بيحصل كده. بتقول له هنا المعلمة شو ان جيا قدر ان هو يضربها ويضرب الحاجز، وهي كده ما عادتش قادرة تعمل اي حاجة. بيقول لها ما تقلقيش وانا هخرج واعرف اتصرف معاهم. هو بيخرج من يانج طاقة قوية جدا، وهو بيقول لهم خليكوا هنا، انا هخرج لهم لوحدي واشوف هعمل معاهم ايه وهخلص عليهم. هو بيكون هنا يانج ناوي يقتلهم حرفيا. بيكونوا مرعوبين جدا من البرق الازرق اللي بيخرج من السماء، وبيقولوا مين قدر يخترق مستوى سيد قتال سماوي. وما بيكونوش يعرفوا ان ده يانج اصلا هو الامبراطور السماوي واللي قدر يخترق مستوى السماوي في القتال. هنا بيخرج لهم يانج وبيقول لهم انتوا قدامكم دلوقتي 5 دقايق بالظبط، يا اما تهربوا مني يا اما تفضلوا قدامي، هتختاروا ايه؟ ايه رأيكم؟ لو عايزين تحاربوني فانا موجود، لو عايزين تهربوا فده برضو براحتكم. هو بيكون يانج مش هيسيبهم، لكن غرورهم برضو ما بيكونش، بيكون اغبياء وبيحاولوا يهاجموه. وفي اللحظة دي بيحاول جاي يهجم، لكن المحارب ده بيقول له لا، انا محتاجك للاخر، مش هتهاجمه. هو بيستغرب جاي من اللي بيحصل، لكن يانج بضربة واحدة حرفيا بيكون مخلص على كل الجنود اللي هاجموه بدون اي مجهود. بيتصدم جاي وبيقول القوة دي مش طبيعية، والمحارب اللي معاه بيقول فعلا دي مش قوة طبيعية، هو قدر
بيخترق لمستوى سيد قتال، وهو حرفيا كده يقدر يقتلنا. وبيقدر يانج هنا انه يدمج البرق الازرق ده مع طاقته النارية، وبتخرج منه هالة قوية جدا، لدرجة ان هما جوه الكهف بيتخضوا من الطاقة اللي موجودة دي. وبيكون الامبراطور تيان مش مصدق اصلا ان ده يانج. ازاي يانج قدر يوصل للطاقة دي وللمرتبة القتالية دي كلها؟ يانج بيكون فرحان جدا باللي عمله. ازاي قدر يدمج قوتين بالقوة دي؟ لكن بيتصدم لما بيشوف الامبراطور تيان ايه اللي بيحصل. هو بيقول هو يانج ده ولا في حد تاني بيساعده؟ لازم يكون في حد تاني بيساعده. وما يعرفش ان اساسا يون المقاتل القوي جدا وعظيم ادى ليانج قوته، وهو ده السبب في اللي بيحصل. بيقول هنا انا لازم اعرف اللي بيحصل، وعارف ان في حد ساعد يانج. وهو بنعرف هنا ان يانج بيجرب قوته، وانه فعلا قتل الاتنين التانيين من غير حتى ما يتحرك من مكانه. وهو بيقول يانج ايوه كده انا رجعت تاني لقوتي، انا كده رجعت الامبراطور النجم العظيم. وبيكون فرحان جدا. وهو كمان الامبراطور تيان بيهنيه وبيقول له مرحب بيك وبعودتك يا حضرة الامبراطور النجم العظيم. هنا يانج بيسأله بيقول له ايه اللي حصل لشو. بتحكي له شياو وبتقول له ان جايا كان سبب في كل اللي جرالها ده، بيديها حبة شفاء وهو بيعالج جروحها، لكن بيكون جروحها قوية جدا. وفي اللحظة دي بيطلب يانج منهم ان هم يخرجوا، لانه يستخدم طاقة قوية جدا في علاج المعلمة شو. وفعلا بيبتدي يعالجها وبتقوم. بيقول لها ما تقوميش انا لسه بعالج في جسمك. وبتتصدم من كمية الطاقة اللي داخلة جسمها. بيقول لها ما تقلقيش دي طاقتي انا، مش ضرر ولا حاجة، وانما بس هي بتحاول تشفي كل الجروح اللي في جسمك. وبيكون فرحان باللي بيعمله. وهي بتكون بتتألم شوية وتعبانة، ولكن بتقوم وهو بتقول له انا بخير خلاص كده كفاية جدا، انا لازم اروح انقذ كمان طائفة يونهاي. بيقول لها بس ما تحركيش وما تقلقيش من حاجة، انا هروح وانقذها. بتقول له بس انا معاك في الطائفة وانا كمان شيخة زيك يا يانج. وفعلا بياخدها ويخرج. وهو بيكون شياو فرحانة جدا لما بتشوف شو. وهو بتقول له انت رائع يا يانج. هنا شو بتشكرها على كل اللي عملته، بتقولها انت قوية جدا. هنا يانج بيتحرك وبيقول انا هروح للطائفة لوحدي، ولازم اتصرف في الوضع اللي هناك ده، واتخلص من المجرمين اللي بيحاولوا يقضوا على الطائفة بتاعة يونهاي. هيون صديقي ومش هسيب الطائفة بتاعته ولا اسمه ينتهي بالطريقة دي. لكن هنا بيتكلم الامبراطور تيان وبيقول له هناك أقوياء جدا، وكمان شيخ طائفة كاي قوي جدا، احنا لازم نكون معاك. وكمان شو بتقول احنا لازم نكون معاك، ده حقنا. وفعلا بنتنقل للأرض معركة قوية جدا. وبيكون شيخ قبيلة يونهاي أو طائفة يونهاي قوي جدا، وبيضربهم كلهم ما بيسيبش حد حرفيا فيهم سليم. وبتكون طاقته قوية جدا. طبعا محدش يركز في الوش ده اللي هو شبه وش البغبغان. احنا نفترض ان هو وش قوي بيعبر عن الرعب مش الضحك، عشان ضحكت لما شفته بصراحة. لكن هنا بيقول لهم خلاص انا هخلص عليكم كلكم، مش هسيب فيكم حد حي. وممكن اقبل انكم تكونوا خدم في الطائفة بتاعتي لما اخلص على كل الطائفة بتاعتكم، ده لو عايزين نسامحكم. بيكون هنا كل الطلاب وحتى الشيوخ بيكونوا مرعوبين من اللي شايفينه، وشايفين ان شيخ طائفة كاي مجنون حرفيا. وطبعا الوش ده بيضحكني تاني فنبعد عنه. لكن هنا بيتكلموا معاه وبيقولوا له اللي انت بتعمله ده اسمه جنون، هتدمر المكان كله. وفعلا بيبتدي المكان كله يتدمر من الطاقة اللي بيستخدمها. والطلبة بيكونوا خلاص عارفين كده ان هم اتهزموا. بيقول لهم لو عايزين تنضموا ليا انضموا، لكن لو عايزين تكونوا ضدي فانا هقتلكوا كلكوا واخلص على طائفة يونهاي ومش هخلي ليها اصلا وجود. ايه رأيكم في العرض ده؟ اظن كده ان انا بديكوا فرصة عمركم، وهو كمان بضمكوا القوة انتوا ما تحلموش بيها. انتوا شوية ضعفاء وانا برضو اخدكم معايا كخدم ليا. لكن هنا بيكون شيوخ طائفة يونهاي حرفيا متدغدغين على الارض، بيقولوا خلاص احنا ما كناش نظن ان النهاية بالطريقة دي، طائفة يونهاي انتهت. وكمان طلبة طائفة يونهاي بيشوفوا الشيوخ بتوعهم هم مرميين على الارض، وهو بيبتدوا كمان يرموا اسلحتهم ويفكروا كمان ان هم يستسلموا وينضموا لطائفة كاي. وده طبعا لان الوضع اللي هم فيه ما بيسمحلهمش بشيء تاني. لكن يانج بيشوفهم وبيقول لهم اللي بتعملوه ده اسمه جبن، ازاي ترموا اسلحتكم وكمان تفكروا تنضموا لطائفة كاي. لكن كل الطلبة لما بيشوفوه بيكونوا مفكرين ان هو هرب وسابهم، وبيقولوا له انت بتتكلم معانا ازاي كده؟ مش كفايه كمان ان انت هربت وسبتنا وكمان جاي تنظر علينا وتقول لنا ان احنا غلطانين؟ بيقول لهم ايوه انتوا غلطانين، انا لسه منضم للطائفة قريب وكمان عندي استعداد اضحي علشانها بحياتي.
لكن انتوا طلابها ونشأتوا فيها من صغركم، وعلى الرغم من ذلك بعتوها وما ضحيتوش عشانها بحياتكم ولا حاربتوا عشانها. بيقولوا له ما تتكلمش، انت اول واحد هربت فينا وجريت من جنود طائفة كاي، ورحت استخبيت وسبتنا. جاي الوقت تتكلم وتتنظر علينا وتعمل نفسك قوي؟ انت ولا قوي ولا حاجة، ولا انت حتى شيخ. انت ما تنفعش تكون معانا اصلا يا يانج. انت هربت لوحدك وسبتنا للموت، وجاي دلوقتي تتكلم. لكن معلمة شو بتقول لهم هو ما هربش ولا حاجة، كان بيجهز قوته عشان يقدر يساعدكم، وانتم ما تعرفوش كمان هو اتعرض لايه والمخاطر اللي اتعرضنا ليها عشان نرجع لكم ونقدر ننقذ الطائفة. فبلاش الكلام الفارغ ده. وهو بيقول لهم فعلا انا ما هربتش ولا حاجة ومش هسيبكم، بالعكس انا هضحي عشان الطائفة دي حتى لو اضطريت ان انا اضحي بحياتي. بيقولوا له احنا مش مصدقينك بصراحة. لكن بيكونوا في الوقت ده بدأوا يقتنعوا بكلامه، لانهم شايفينه موجود قدامهم وواقف في ارض المعركة فعلا، وكمان ما بيهربش. في اللحظة دي بيتشجع كل الطلاب فعلا وبيرفعوا سيوفهم وبيقولوا احنا معاك يا شيخ يانج. هو بيتكلم الشيخ شو بيقول يانج ده قوي جدا فعلا، قدر يقنع الطلاب في لحظة. احنا ما كناش قادرين نعمل ده بصراحة يا شيخ. ليه انا محتاج ان الطالب يانج ده يكون معايا يعني، شخص قوي انا محتاج ان انا ادربه. لكن الشيخ ليه بيقول له لا طبعا مش هسيبهولك، الشخص ده قوي جدا وتلميذ قوي جدا وانا لازم ادربه. وفي اللحظة دي صراحة بنستغرب ان هما مش مدركين ان يانج بقى اقوى منهم الاتنين ومش محتاجهم الاتنين، حاسسهم مجانين. المهم ان هما بيتفقوا ان هما هيحاربوا يانج وهيساعدوه، ونقول نبطل الهبل اللي بنعمله ده ونروح نساعده. هنا يكون شيخ طائفة كاي متنرفز جدا من اللي بيعمله يانج، بيقول له وانا كل ما اخطط مخطط انت تظهر لي وتبوظه؟ انا لازم اقتلك النهارده يا يانج. مش معنى ان انا كل ما اخطط خطة معينة واحاول اوصل لهدف معين تظهر لي انت كده من العدم وتدمر. لكن في اللحظة دي بيتحرك يانج بسرعة كبيرة جدا زي كأنه برق، بيتحرك بسرعة مهولة وبيقف قدام شيخ قبيلة كاي. بيقول له انت قدرت تخترق كمان مستوى فن القتال السماوي واصبحت سيد سماء. انا صراحة فخور بيك جدا يا يانج. بيقول له مش بس كده، لسه كمان عندي خدعة تانية هتشوفها، بس تصبر عليا. بس انت مش شيخ قبيلة كاي وكل حاجة؟ وبيخرج تعويذة قوية جدا وبينزل سيف قوي جدا من السماء، بيتخض من قوته فعلا شيخ قبيلة كاي. بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت اتجننت ولا ايه؟ ازاي تنزل سيف زي ده وبالقوة دي؟ عايز تهاجمني بالقوة دي يا يانج ولا ايه؟ يانج في اللحظة دي بيقول فعلا، وهو بيكون هو خايف على فكرة شيخ قبيلة كاي من اللي بيحصل، وخايف من يانج ومرعوب، لكن ما بيحاولش يظهر ده. في اللحظة دي يانج بيهاجمه بالسيف اللي قدر ينزله بالطاقة دي، لكن طاقة يانج ما بتكونش كفاية. وبيظهر هنا الشيخ شو والشيخ لي وبيقولوا له امشي انت يا يانج، احنا محتاجينك، الطائفة محتاجاك، لازم ترجع واحنا هنحاول نقتل المجنون ده، وهنحاول نواجهه بكل اللي عندنا من طاقة ونحاول نقضي عليه، اكيد ليه نقطة ضعف. لكن يانج بيقول لهم صراحة انا مش همشي، الطائفة محتاجاكوا انتوا وانا هقدر اقف قدامه. انا معايا خدعة لسه ما استخدمتهاش، وبصراحة الخدعة دي هي بطاقة تضحية الروح. بيتكلم شيخ طائفة كايو بيقول له انت طبعا بتقول كلام وخلاص، انا نفسي ما اقدرش استخدم بطاقة زي دي. عايز تقنعني ان واحد زيك ضعيف ولسه مخترق القتال السماوي واصبح سيد سماء قريب هيقدر يستخدم بطاقة زي دي؟ يانج بيقول له والله احنا هنشوف، هنجرب ونشوف. وبيفعلها يانج فعلا. لكن السيد تيان هنا بيتصدم من اللي يانج بيعمله، بيقول له انت بتعمل ايه يا يانج؟ استخدامك لبطاقة زي دي معناها ان البطاقة دي هتقدر تسحب روحك وهتدمر كمان قوة صقلك. انت معنى كده انك بتضحي بنفسك حرفيا. ما تحاولش تعمل حاجة زي دي يا يانج، ارجوك الغي اللي بتعمله ده. يانج بيقول له لا انا عارف اللي انا بعمله كويس جدا، لكن علشان اقدر اخلص على المجنون ده وكمان اخلص على المصفوفة المجنونة اللي حاول يعملها لازم استخدم طاقة زي دي. هنا بيقتنع الامبراطور تيان وبيقول انت بطل يا يانج، وانا فخور بان انت تلميذ ليا في يوم من الايام. يانج فعلا بيحرك البطاقة وهو بيقول له انا هوريك طاقة البطاقة دي، ووريني وقتها قوتك هتعمل ايه قدامها. فعلا بيبتدي كل الطلاب اللي كانوا على الارض بيتحولوا لاشكال شبحية، وبيقوموا كلهم وهو بيقدموا التحية ليانج وبيعاملوه على انه سيدهم، ولان البطاقة السحرية اللي في ايده دي فعلا بتخليه يملك كل الاجساد دي. وهو بيقول لهم ببساطة يا محاربين أنا محتاج الطاقة بتاعتكم، وفعلا بيخضعوا ليه. وهو بيقولوا له احنا هنسلمك كل الطاقة بتاعتنا. يانج بيقول لهم انا فخور ان اتعامل معاكم وبطلب منكم ده بكل ادب. انا محتاج ان انتوا تطلعوا كل الطاقة اللي في جسمكم وتدمدوا جسمي بيها علشان اقدر اهزم المجنون ده وانتقم لكل شخص اصيب او جراله شيء او اتدمر في الطائفة. وفعلا بيدوله الطاقة دي وبتتحول لجمجمة قوية جدا، لدرجة ان يانج نفسه ما بيكونش قادر يسيطر عليها في الاول، لكن مع الوقت بيقدر يسيطر عليها. شيخ طائفة كاي بيكون مذهول من اللي شايفه وبيكون مرعوب
مرعوب حرفيا ازاي يانج قدر يوصل للطاقة دي. وكمان الجمجمة اللي او الهيكل العظمي ده اللي بيكون ورا يانج بيكون قوي بطريقة مش طبيعية، وبيكون ده هو التجسيد لبطاقة تضحية الروح، قوة سماوية مهولة مفيش أي بشر يقدر يقف قدامها. وهانج بيكون فخور جدا باللي عمله، لكن شيخ طائف الكاي بيقول له انت فاكر ان انت تقدر توقفني باللي عملته ده؟ انا برضو محدش يقدر يقف قدامي. وبيواجه ضربة قوية جدا ليانج، لكن ببساطة بيأمر الجمجمة ان هي تبتلع الضربة دي، وبتبتلعها ولا كأنها بتاكل لبان حرفيا. الموضوع مش فارق معاه، بيكون شيخ طائف الكاي مرعوب من اللي شايفه. لكن هنا يانج بيأمر الجمجمة ان هي تهاجمه وتقضي عليه. في اللحظة دي بيكون شيخ طائف الكاي بيهرب من الجمجمة، لكن طبعا سرعته ما بتكونش أي شيء مقارنة بالهيكل العظمي اللي بيجري وراه، وبتبتلعه فعلا وبتروح طاقته كلها. ويانج بيكون فخور جدا باللي بيعمله، بيقول له ما تحاولش تهرب لأنك مش هتستفاد شيء. وبتخرج منه طاقة قتل قوية جدا ومرعبة، وبتكون نظراته كلها شر. وهنا بيكون كل مصدوم من اللي بيعمله يانج وبيكونوا فخورين بيه. بعدها يانج بيدمر الهيكل العظمي ده، وبيكون داخله شيخ طائف الكاي علشان يتدمروا الاتنين مع بعض. وكده بتنتهي القصة كلها، وهو بنشوف الاتنين وهم واقعين على الأرض، ويانج بيخرج الطاقة اللي كان مختزنها في إيده وبيرجع كل الطاقة دي تاني لكل الطلاب، وبيشكرهم على مساعدتهم ليه. وبيكون الطلاب برضو شاكرين للي عمله، لأنه برضو بالمعروف اللي قدروا يقدموه له ده قدر ينقذهم. وبيكون طلاب طائف الكاي واقفين ومش عارفين يعملوا ايه. هنا بيظهر الشيوخ وبيقولوا لهم انتوا قدامكم حاجة من اتنين، يا اما تنضموا لينا او تستسلموا لينا، يا اما ترجعوا لطائف الكاي. لكن بصراحة احنا مش هنسيب طائف الكاي وهندمرها وهنبيدها كلها، ولكم الاختيار. وهنا كل الطلاب بيختاروا ان هم ينضموا طبعا لطائفة يونهاي، لانهم عارفين ان طائفة كاي انتهت ما عادش ليها وجود. وهنا بنشوف يانج وهو نازل قدام الامبراطور تيان، والامبراطور تيان بيطمن عليه، لكن يانج بيقول له انا حاسس ببساطه ان روحي بتتسحب مني وكمان قوه ثقلي راحت. الامبراطور تيان بيقول له انا قلت لك الكلام ده على فكره، قلت لك ان البطاقه دي قويه جدا وهتاثر عليك وهتدمر روحك ومركز ثقلك، المفروض ان انت ما كنتش تستخدمها بالسهوله دي. ازاي تعمل في نفسك كده وتدمر كل الطاقه اللي قدرت تحصل عليها؟ يانج بيقول له ببساطه لان ده الحل الوحيد اللي كنت اقدر انقذ بيه الطائفه، اي حد فيكم ما كانش هيقدر يقف قدام المجنون ده، وانا قدرت اضحي بده علشان انقذ طائفة بحالها. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له ببساطة انا قدامي على فكرة مكان هنا في الطائفة يقدر يرجع لي ويصلح روحي تاني ويصلح مركز ثقلي، وهي الشجرة الروحية اللي قدامك دي امبراطور تيان. هنا الامبراطور تيان بيكون مصدوم جدا وبيقول له ايوه فعلا الشجرة دي تقدر تصلح الروح المكسورة، وكمان تقدر ان هي ترجع مركز ثقلك تاني وتمدك بالطاقة اللازمة لكل ده وترجع لك طاقتك كاملة. ما كنتش اتخيل ان مكان زي ده موجود في طائفة يونهاي بصراحة. وبيكون مبسوط جدا، لكن بيقول له يانج ركز بس، الروح متلبسها روح شيطانية. بيشوف هنا مقاتلين كتير مرميين على الارض وحرفيا مقتولين، بيقول له ايه اللي حاصل ده كله؟ بيقول له الشجرة دي متلبسها روح شيطانية واي حد بيحاول يقرب منها بتقتله، لازم تعرف ده وتاخد حذرك، لكن ان انت تنتبه منها ما تاخدش بالك من الكلام ده فحرفيا هي هتخلص عليك في لحظة. كلم الامبراطور تيانو بيقول له بس انت الامبراطور النجم العظيم، اكيد انت تقدر تتعامل مع الشجرة دي. بيقول له والله احنا هنجرب، ايه رأيك تحاول؟ لكن في اللحظة دي بتضرب ضربة قوية جدا في الارض، بتطلع دخان بتخلي الامبراطور تيان مرعوب من اللي شافه. يانج بيقول له الامر مش بالسهولة دي، سيبني انا اتعامل معاه. ويانج بيبتدي يتواصل فعلا مع روح الشجرة وبيقول كلام غريب ما بيكونش الامبراطور تيان فاهمه وبيستغرب اللي بيعمله، لكن فعلا بيقدر يانج انه يتواصل مع روح الشجرة دي. وبيقول لك كان في ملك زمان قدر ان هو ياخد منك روح ويستردها، صح ولا انا غلطان؟ وقدرت تصلحي له كل الكسور الروحية اللي اتعرض ليها. هنا الشجرة بتقول له فعلا ده حصل، ولكن ده الملك الوحيد اللي قدر يعمل كده غيره، وحاول يقرب مني ملوك كتير لكن قتلتهم. بيقول لها انا مش اي حد، انا الامبراطور النجم العظيم. بتقول له انت مين وازاي عارف كل المعلومات دي وانت شكلك شاب صغير اصلا؟ بقول لها انا بس محتاج غصن منك علشان اصلح الاضرار. لكنها بتتصرف وتحاول لوجه شرير وبتقول له مش هتقدر تاخد مني حاجة ولا انا هقدم لك اي شيء، واخرج من هنا عشان ما اقتلكش انت واللي واقف معاك ده قبل ما تنتهوا. وقبل ما تنهي كلامها حرفيا بتخرج طاقة قوية جدا وبيطيروا في السماء علشان خاطر ما يتعرضوش للدخان السام بتاعها. في اللحظة دي الامبراطور تيان بيقول له يلا نمشي، لكن يانجي بيقول له مش هنمشي، انا لسه عندي خدعة برضه وما استخدمتهاش. الخدعة دي اسمها نقش النجوم، سمعت عنه قبل كده يا امبراطور تيان؟ بتترعب الشجرة لما تسمع الاسم ده.
بتحاول الروح الشيطانية دي إن هي تهاجم يانج عشان تدافع عن نفسها، وهو بيحذر الإمبراطور تيان، لكن يانج بيكون واقف ثابت مكانه ومبيكونش خايف من أي شيء، وواثق من قوة النجم اللي في إيده. وفي اللحظة دي قوة النجم دي حرفيا بتدمر الشجرة وبتكسرها، وبتخرج الروح الشيطانية دي واللي بتكون على شكل بشري، وبيكون حواليها طلاسم وتعويذ كتير. ويانج بيقول لها أهلا وسهلا بيكي، انت بقى الروح اللي متحكمة في الشجرة دي. بيقدم له الشخص ده جذع كده او عود من الشجرة، وبيقول له هو ده اللي هيرجع لك روحك. لكن بيكون في اللحظة دي بيخدع يانج، والامبراطور تيان بيفكر ان ده حقيقي. يانج بيقول له ما تتخدعش فيه، دي مجرد خدعة، ده شيطان مش اي حاجة. يانج بيقول له انا عايز منك حاجة قيمة، فعلا يكون جذع الشجرة حقيقي مش مجرد فرع ملوش اي لازمة، ولا انت فاكر اضحك عليا؟ هنا بيتعصب جدا الشيطان ده وبيحاول انه يهاجم يانج، لكن يانج بيقف بكل ثبات وبيكون محاوط نفسه بهالة تخص النجم اللي هو نجم نقش النجوم، وده بيخلي الروح الشيطانية دي تتدمر حرفيا وتتعلق من كل مكان، وبتترجى يانج ان هو يسامحها. لكن يانج بيقول بصراحة انا مش هسامحك، انا هدمر الروح الشيطانية دي اللي اتحكمت في الشجرة، وبيدمرها وبترجع الشجرة تاني لأصلها. هو بيكون الإمبراطور تيان فرحان جدا وبيهني كمان يانج على اللي عمله، وبيقول له الشجرة دلوقتي بقت ملكك يا يانج وانت اللي متحكم فيها. لكن في اللحظة دي بيتصدم يانج من الإحساس اللي بيجيله، واللي بيكتشف إن هو امتص السم بتاع نقش النجوم، وإن نقش النجوم بيحاول يتحكم فيه، وكده هو ممكن ينسحب لداخل الشجرة ويصبح هو جزء من الشجرة كمان. بيقعد يثقل قوته وبيقول أنا لازم أثقل قوتي وأخرج السم ده من جسمي كله، وأخرج قوة نقش النجوم من جسمي. وفعلا بنشوف يانج وهو قاعد يحاول يسكن قوته، بيكون الامبراطور تيان مرعوب عليه وبيخرجه فعلا من بقه وبيتفوا على الارض. وفي اللحظه دي بيهنيه الامبراطور تيان وبيقول له اللي انت عملته خطر جدا، بس انت كده قدرت تستعيد روحك، والشجره كمان دي بقت ملكك وفادتك ان انت تعوض كل الكسور الروحيه اللي انت تعرضت لها، بس ما تحاولش تعمل شيء زي ده تاني لان ده خطر عليك وما نضمنش ان انت تقدر تعالج نفسك تاني. لكن يانج بيقول ده كان أمر ضروري علشان أقدر أنقذ طائفة يونهاي وأنقذها من الدمار الحتمي اللي كانت بتتعرض ليه. والإمبراطور تيان بيقول له أنت كده خلاص قمت بدورك وما عادش لينا دور في طائفة يونهاي، أنت هتقرر تعمل إيه، لازم نشوف احنا هنعمل ايه بعد كده. يانج بيقول له فعلا انا ما عادش ليا دور في طائفة يونهاي. وبنشوف هنا يانج وهو واقف مع شيوخ طائفة يونهاي وبيبلغهم ان هو لازم يسيب الطائفة وما عادش ليه مكان وسطها. وبنشوف الشيوخ وهم رافضين اللي بيتكلم فيه يعني، وبيقولوا له انت المفروض تفضل معانا، احنا بنحبك وانت انقذت الطائفة، وكمان احنا عايزين نديك منصب رئيس الطائفة. لكن يانج بيشكره وبيقول له شكرا على كل اللي انت بتعرضه عليا ده، لكن لا لازم امشي واطور من نفسي. بيقول له بس احنا محتاجينك، يعني انت الشيخ الوحيد المميز واللي تقدر تحمي الطائفة من اي هجوم يجي عليها، احنا بنعتمد عليك جدا، غير ان الطلاب كمان متعلقين بيك. يانج بيقول له انا لازم اطور من نفسي وانا كمان لازم اطور من قوتي، لكن ان انا افضل هنا ده هيحجم من قوتي جدا، انا اتعلمت منكم كتير ولازم اتعلم من غيركم عشان اقدر للمستوى اللي كنت فيه قبل كده كمان اوصل له، لكن لو فضلت معاكم كده انا هحد من قوتي. الشيخ بيقول له فعلا احنا مش عايزين نضرك، انت شاب ولازم تروح تعمل كل اللي نفسك فيه وكمان تطور قوتك وتتعلم، انت تستحق ده يا امبراطور يانج. اتمنى ليك التوفيق وكمان مش هنساك ابدا، لكن احنا محتاجين ان انت اي خطر يقابل الطائفة تكون موجود. بيقول فعلا هكون موجود ومش هقدر اتخلى عنكم ابدا. وبنشوف يانج هو ماشي في الطائفة والطلاب حرفيا بيكونوا متدغدغين من كتر التدريب، هو بيكون اتطور تدريبهم جدا لدرجة ان بعضهم بيغمى عليه، وبيشكروا يانج وبيقولوا له شكرا على التدريبات القاسية دي واللي طورت من مستوانا. ولكنه فجأة بينتبه وجود شخص ما وبتكون دي المعلمة شو. لما بيشوفها يانج بتكون فرحانة بيه جدا وبتقول له على فكرة انا عايز اكون معاك وكمان نخرج مع بعض شوية، لكنه بيفاجئها وبيقول لها ان هو يمشي ويسيب الطائفة. بتتصدم وبتوقع اللي كان في ايديها دي الكتب دي كلها وبتكون خلاص هتعيط. تقول له انت هتمشي ليه؟ بيقول لها لازم اطور من نفسي ومن قوتي، بس خد الكتب بتاعتك وما تزعليش كده، ليه وشك اتغير كده؟ بتقول له يعني ايه تمشي وتسيبني، انا خلاص اتعلقت بيك وكنت عايز افضل معاك يا يانج، ليه عايز تمشي وتسيب الطائفة؟ بيتصدم يانج بيقول لها ما تعيطيش، بس ده ضروري عشان اطور من قوتي واوصل للمستوى اللي كنت فيه قبل كده، وكمان اطور من نفسي واقدر احمي الطائفة واحمي اي طائفة تانية كنت
موجود فيها، لكنه بيبقى مرتبك وبتمشي فجأة وتعيط وتجري وتسيبه. بيبقى مصدوم جدا من اللي حصل ده، وبالأخص إن هو ما كانش يتخيل إن هي بتحبه للدرجة دي. لكن بيظهر الإمبراطور تيان وبيقول له واضح إن البنت بتحبك، أنت ليه سبتها تمشي كده؟ كنت المفروض تقول لها ببساطة تعالي معايا وخلاص، كنت هتاخدها معاك يا يانج. لكن ليه ما تصرفتش التصرف ده؟ لكن يانج في اللحظة دي بيتكلم وبيقول له أنا طريقي كله خطر، وخاف عليها أصلا إن هي تكون موجودة معايا. وجود أي شخص معايا أنت عارف يعني إيه، إلى جانب إن مستواي القتالي أنا برفعه بشكل كبير جدا، ومش هقدر أحمي كل اللي موجودين معايا. بيقوله فعلا أنت طريقك خطر، لكن إحنا لازم نشوف اللي إحنا هنعمله دلوقتي وبعد كده يبقى نرجع هنا تاني. يانج بيقوله يلا أنت عملت المصفوفة اللي إحنا اتفقنا عليها؟ هنا الإمبراطور تيان بيقوله تعالى ورايا، أنا فعلا عملت المصفوفة دي وجاهزة للاستخدام. وبتنقل لينا المشهد هنا وبنشوفهم واقفين قدام مصفوفة، والإمبراطور تيان بيقول له هي دي المصفوفة، وبيكون اسمها مصفوفة تضحية الروح. وبنعرف إن اللي بيدخل جوه المصفوفة دي ببساطة كده بتتحول روحه وبتتحبس جوه بطاقة تضحية الروح. وبنشوف بعد كده الإمبراطور تيان وهو بيشرح ليانج طريقة عمل المصفوفة، وبعد كده بنشوفه وهو داخل جوه المصفوفة وبتبتدي المصفوفة تشتغل. وفعلا بنشوف الإمبراطور يان وهو بيخرج من جسده وبيتحول لروح وبيدخل جوه البطاقة وبيكون موجود جوه المصفوفة. لكن ده معناه إن هو يقدر يرجع تاني لجسده لأن جسده ضعيف حاليا، لكن بعد ما يقدر يحل المشكلة اللي اتعرض ليها يرجع تاني المكان. هو بيشكر يانج على إنه قدر يحافظ على روحه للفترة دي لحد ما يقدر يصلح كل الأضرار اللي اتعرض ليها جسده في الفترة اللي فاتت. هو بيقول له احنا كده جاهزين علشان نبتدي رحلتنا. هو بيقول له الإمبراطور تيان يلا بينا نبتدي الرحلة بتاعتنا، وهو أتمنى تكون رحلة جميلة فعلا ونقدر نوصل فيها لكل أهدافنا. هو بيكون يانج مبسوط جدا من المستوى اللي وصلوا له ده. وبنشوف يانج وهو ماشي في طريقه وبيلاقي إن الشيوخ مستنيينه وبيهدوله هدية قيمة جدا. الهدية دي هي مشروب روحي، بيقولوا له المشروب ده فيه طاقة شفائية عالية جدا تقدر تستخدمه في أي وقت. وكمان بيشوف شو وهي واقفة وبتودعه وبتقول له أنا هستناك مهما طال الزمن، أتمنى ترجع تاني يا إنج وما تنسانيش. وبيمشي إنج فعلا وبيقول لها ما تقلقيش أنا هرجع أكيد، أنا ما شفتش أجمل منك أصلا قبل كده، وانا بحبك على فكرة يا شو. وبنشوف يانج وهو ماشي يفكر فيها بيقول قد ايه هي جميلة، لكنه بيتفاجئ بشخص طلع له كده من العدم وهو بيقول له انت عايز ايه؟ بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي تكون موجود في المنطقة اللي انا موجود فيها؟ هو بيتعصب المحارب ده جدا على يانج وبيحاول ان هو يقتل يانج، لكن يانج ببساطة بيخرج طاقة بسيطة جدا وبيخلص عليهم كلهم وبيقلبهم على الارض. بيقول لهم لو كنت عايز اخلص عليكم كنت خلصت عليكم. ويمسك المحارب ده من رقبته وبيقول له انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت مجنون؟ انت اي حد تقابله في الشارع تروح تتهجم عليه وتضربه بالطريقة دي؟ لكن المحارب ده بيكون مرعوب جدا، ولما ينجي بيسيبه بيقول له لو شفتك تاني انا هخلص عليك. وفعلا المحارب ده بياخد كل اللي معاه وهو بيقول له يلا نمشي من هنا. وبيستغربوا فعلا وبيقولوا له انت ازاي تسيبه؟ انت محارب قوي جدا كنت المفروض تخلص عليه. في اللحظة دي بيضربه وبيقول له انت عارف ان ده كان محارب في مستوى امبراطور، يعني قادر يخلص علينا حرفيا. انت واحد غبي زيك مش فاهم قوة المحارب اللي قدامه، ممكن يودينا في داهية ويسبب في موتنا كلنا. لازم تقيم قيمة عدوك الأول قبل ما تتكلم معاه. وكمان بيكونوا بيتكلموا عن خريطة وعن قبر ملعون، ويانج بيكون سامع كل الكلام ده وبيسأل الإمبراطور تيان احنا لازم نروح نشوف ايه موضوع الخريطة والقبر الملعون ده، أكيد في كنز كبير جدا بيتكلموا عليه. وفي اللحظة دي بنشوف شخص بيكون واقف وحواليه جنود كتير جدا، وبنعرف ان ده اسمه القائد يوان. لكن القائد يوان ده بيكون بيسخر من شخص ما وبيقول هو ازاي القصر السماوي يبعت شخص ضعيف زي ده؟ ازاي عاصمة لي يكون فيها اشخاص ضعفة زي دول؟ هو بيكون باين عليه ان هو مغرور جدا. وبنكتشف ان في شخص تاني هو نفس الشخص اللي كان بيهاجم يانج اصلا قبل كده، وبيكون القائد يوان ده بيكلمه وبيقول له انا مش فاهم ازاي القصر السماوي يبعت واحد زيك. لكن الشخص ده بيرد بيقول له انا برضو مش متخيل ان انت تكون قائد ويسموك قائد يوان وتكون قائد عائلة كمان، واضح ان هم مش لاقيين اي حد ليه لازمة يكونوا في مكانك. يعني كده ان انتوا وصلتوا لدرجة من الضعف مؤسفة صراحة، انتوا صعبانين عليه جدا. وبنعرف ان كل الخناقة دي اساسا علشان موضوع الخريطة والقبر الملعون، وان هم هيروحوا للقصر السماوي وهيتعرضوا لاختبارات علشان خاطر نشوف مين اللي هيحصل على الخريطة دي. بس كده وده الامر كله، يلا نشوف اللي هيجي. وبنعرف هنا ان في مزاد هيتقام على بعض
الأشياء الروحية والقوية جدا، وكمان من ضمنهم الخريطة، وفي كمان إكسير ولؤلؤة مميزة. هو بنشوف الجميع هنا وهم في انتظار المزاد، وبيبتدي المزاد بالفعل وبيبتدي الكل يدخل. وبنشوف شخص واقف وبيكون اسمه السيد فانج، ومعاه واحدة واقفة وبيكون اسمها السيدة إيان، وبتكون دي قديسة قصر ليهو، وبيكونوا عاملين حواليهم سحر علشان محدش يقدر يشوفهم. هو بيكونوا فخورين جدا باللي عاملينه، وبيقولوا مستحيل حد يقدر يشوفنا. وبتقول القصيدة يعني كل اللي موجودين ما قدروش يكتشفوا الخدعة بتاعتنا، يعني كلهم أضعف مننا بمراحل. للأسف ده شيء محزن جدا. كنت أتمنى إن الأشياء المهمة اللي هنعرضها في المزاد ده ياخدها أشخاص يستحقوها، لكن دول مجرد مدللين أولاد أغنياء. بيفاجئهم يانج وهو واقف قدامهم، وهو بيقول لهم انتوا عاملين ايه يا جماعه والنبي كده لو سمحتوا عدوني عشان انتوا بس سادين الطريق. لكن بيتصدموا اصلا ان هو شايفهم وان هو قادر يخترق الدفاع اللي هم عاملينه، والتعويذه مش فارقه معاه. ويانج بيكون واقف ولا في دماغه اي حاجه اساسا، وفانج ده بيكون مخضوض منه. لكن السيده هنا بتتكلم وبتقول له بس اهدى بس اهدى بس ما تنرفزش. وبترد هي على يانج وبتقول له اتفضل يا سيد يانج، احنا فخورين بوجودك هنا جدا. هو بيتعاملوا برقة كبيرة جدا، ولكن جمالها بيكون خطير لدرجة ان يانج نفسه بيتأثر بيه. هو الامبراطور تيان برضو لما بيشوفها بيتخض من الجمال ده، وهو بيقول له انت شفت البنت الجميلة اللي كانت برضه، شفت جمالها عامل ازاي؟ وبنشوف وشه بقى قلب الوان، يا عيني البت زي القمر. لكن يانج بيكون واقف زي الطوبة صراحة ومش حاسس بأي حاجة. بيقول له بس اهدى بس، مش كل واحدة تشوفها كده. انت عندك كام سنة يا عم؟ انت تشككني فيك ليه؟ اهدى كده يا عم الحاج، احنا جايين نشوف المصلحة بتاعتنا. بيقول له فعلا هي حلوة قوي يا بس مش عارف. يانج بيقول له يا عم ابوس ايدك ركز في المزاد ما توديناش في ده. اهدى بس يا كابتن كده، اهدى هدي اعضائك ويلا بينا نبتدي المزاد. وبيبتدي العرض فعلا بتاع المزاد، وبيخرج السيد فانج، وبنعرف ان هو شخص قوي جدا وبتخرج منه هالة قوية جدا لدرجة ان الكل بيتخضوا من الهالة دي. ومعنى كده ان المزاد ده هيتعرض فيه اشياء قوية جدا وقيمة جدا كمان. وهو بيكون تيانج وكمان جنبه الامبراطور تيان قاعدين في المزاد. هو بيتكلم فانج عن الحاجات وبيتباهى جدا بقوة الحاجات اللي هتعرض، وبيكون في لؤلؤة كده الكل لما بيشوفها بيتصدم من قوتها، وبتكون من المستوى السادس فعلا. لكن يانج ما بيكونش مهتم بالكلام ده كله. والامبراطور تيان بيكون قاعد جنبه، يانج بيقول له انا هنام شوية كده ولما يكون في حاجة مهمة بس صحيني، لان الموضوع بصراحة ممل وانا ما بحبش جو المسادات واللي بشوفه من شوية المهابيل دول. وفعلا بتكون هنا السيدة يان بتراقب يانج ومستغربة من اللي بيعمله. لكن بيظهر فجأة لؤلؤة وبتكون واضح عليها القوة والكل بيتصدم من قوتها. وبتكون دي لؤلؤة سيد الشياطين، وهو اللي بيكون فيها طاقة قتالية كبيرة جدا وكمان طاقة روحية ضخمة جدا. الإمبراطور تيان لما بيشوفها بيتصدم من قوتها، وهو بيصحي يانج وهو بيقول لهم شوف الحاجة المهمة دي. وينج بيقول له بس اهدى بس، انت عارف ان الطاقة اللي جوه اللؤلؤة دي طاقة شريرة جدا، فاهدى بس يا امبراطور تيان. لكن الامبراطور تيان بيقول له ما تقلقش، ببساطة انا اقدر احول الطاقة دي لطاقة خيرة جدا، ونقدر نستخدمها كمان في الصقل، وكمان تساعدنا في ان احنا نسرع من هدفنا وان انا اعيد جسدي وان انت كمان تطور من قوتك. فما تقلقش من الناحية دي. ينج بيقول له بس اهدى، احنا ما معناش فلوس يا عم يا عم اهدى. وهنا بيبتدي فعلا السيد فانج وبيهرد اللؤلؤة دي، وبيقول إن هي فعلا قلت قوتها بسبب قلة الاستخدام، ولكن لسه برضه محتفظة بجوهرها وهي قوية جدا. وهنبتدي مثلا نقول يا جماعة بنص مليون كده يلا، اللي يقدر يدفع يقدم نفسه. لكن كل بيتصدم من السعر الغالي ده، وازاي يدفع فيها مبلغ زي ده. وبيبتدوا كلهم يفكروا 100 مرة قبل ما حد يعرض أي سعر. وبيكون الاتنين المجانين اللي هم لونج ويوان بيحاربوا بعض، وكل واحد منهم بيعرض مبلغ لحد ما بيوصلوا ل4 مليون. وهو بيكون ده جنون حرفيا، اللؤلؤة ما تسواش السعر ده، وده مبلغ كبير جدا. لكن عنادهم بيخليهم يوصلوا الأرقام دي. وبيفضل لونج يغيظ في يوان وما بيعبروش أساسا، وبيقولوا أنت شكلك أهبل وجاي تهبل، يلا البس يا حبيبي وشيل. لكن بيظهر لهم يانج كده من العدم وبيقول لهم 8 مليون. كلهم بيتصدموا من اللي بيقولوا ده عاقل ده ولا مجنون؟ وبعدين بيتكلم يقول له انت تعالى يا ابني، انت اساسا شكلك ما معكش جنيه، انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا بتعمل ايه؟ بيقول لهم بس انتوا كل واحد يخليه في حاله كده وسيبونا نشوف شغلنا يا جدعان ونقلب المصلحة اللي احنا عايزينها. كلهم بيبقوا مصدومين منه اساسا، وهو بيشوفوه شخص مجنون وكل تصرفاته مجنونة. هنا بتتصدم السيدة يان وبتقول انا كده قللت من قوة
يانج، ولا يانج فعلا ضعيف، ولا هو مجنون، ولا ايه بالظبط. وبيكونوا كلهم مصدومين من اللي بيحصل، وبيقولوا اكيد الشخص ده مجنون، احنا كنا فاكرينه قوي ولكن طلع شخص مجنون. ده الحقيقة بصراحة. وهو بيكون السيد فانج فرحان باللي شايفه، بيقول لليانج يلا حبيبي يلا بقى ايه، هات ال8 مليون ويلا خد الجوهرة بتاعتك. لكن يانج بيقول له بصراحة أنا ما معيش فلوس. بيتصدموا كلهم وبيقولوا يعني ايه ما معكش فلوس. وهنا بيتعصب فانج جدا وبيبقى عايز يقتل يانج أساسا. ويقول ماشي ماشي نهدى مفيش مشكلة، طيب انت هتدفع ازاي؟ يعني المفروض ان انت اشتريت الجوهرة دي، ولا انت جاي تلعب وتهزر، ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ لكن هنا يانج بيكون بارد جدا، بيقوله بس انت متقلقش من اي حاجة، كل حاجة محلولة. انا عندي عرض تاني هعرضه عليك، ايه رأيك لو تقبل العرض ده؟ لكن فج بيكون هيتجنن حرفيا وبيهجم على يانج بهجمة قوية جدا. وهو بتكون هجمة نارية قادرة ان هي تقتل اي شخص موجود في القاعة حرفيا. لكن يانج كالعادة بيكون هادي جدا وردود فعله هادية جدا، وما بيتأثرش بأي حاجة واقف مكانه، حاجة قمة البرود. وهو بيشيل الهجمة دي من قدامه بمجرد خبطة من ايده كده بيصد الهجمة دي. وبيقول له بس اهدى، انا قلت لك ان انا عرض كويس جدا. وبيتصدم فانج اصلا من اللي حصل، ازاي شخص زي ده يصد الضربة دي. بيقول لهم بس اهدوا يا جماعة اهدوا كده. بيقولوا هو قوي لكن مجنون ما عندوش عقل. بيقول له شوف التقنية دي كده وقول لي رأيك فيها، هل ينفع استبدلها باللؤلؤة بتاعت روح الشيطان دي؟ بيتصدم السيد فانج لما بيشوف التقنية دي والاسم اللي مكتوب عليها، وبيقول له أنا أشوف لو التقنية دي فعلا حقيقية ولا لأ. وأنا متأكد إن هي أكيد تقنية مزيفة، إزاي شخص زيك أصلا يوصل ليها وإحنا بقالنا سنين بنحاول نوصل للتقنية دي ومش عارفين؟ عايز تقنعني إن شاب زيك صغير وفقير قدر يوصلها؟ يانج بيقول له بس انت جربت تشوف التقنية؟ خش واختبر هي أصلية ولا مزيفة وبعدين كلمني. بيقول له فعلا ده اللي هيحصل، أنا هدخل جوه وكمان هعرض الأمر على السيدة يان وهشوف التقنية دي ايه، ولو كانت مزيفة أنا هقتلك بنفسي. بيتصدم الجميع وبيقولوا له انت مجنون، ازاي تقدم تقنية مزيفة للسيد فانج؟ انت كده بتضحي بحياتك وبتضحي بنفسك وهتتقتل هنا. وبنشوف السيد فانج وهو داخل على السيدة يان وهو بيعرض عليها التقنية دي فعلا. والسيدة يان لما بتشوفها بتتصدم وبتقول له معقول التقنية دي تكون حقيقية؟ مين الشخص اللي عنده تقنية زي دي؟ تقنية زي دي لو حقيقية فعلا واحنا هنقدر نغير حرفيا من مستوانا القتالي، وهيكون لينا شأن تاني جدا في وسط البلاد اللي حوالينا كلها، بل اننا ممكن نكون على القائمة الأعلى فعلا ونقدر نحكم كل البلاد اللي حوالينا. وفعلا هي بتحطها كده على ختم موجود على دماغها عشان تشوف. الإمبراطور تيان بيكون عايز ينام وبيقول صراحة الوضع ممل جدا وأنا زهقت من وجودي هنا. يانج بيقول له إيه، مش كانت البنوتة حلوة وفي 5 دقايق كنت هتخليني خلاص هنتجوز؟ ولا انت شايف ايه؟ ده انت يعني لما بتشوف بنات بشوفك بتصحصح قوي والوقت عشان كلنا كده نمت. وبيقول له انت فاكرني ان انا هبدل التقنية دي بس باللؤلؤة؟ ما تقلقش هتشوف اللي انا اعمله بس يا امبراطوريتي يعني، اصبر واتفرج. هو انا بلعب بيهم وبعرف اخد اللي انا عايزه. الامبراطوريتي يعني بيكون قلقان وبيقول له انا مش عارف انت بتفكر في ايه، بس انا واثق فيك يا يانجو وواثق في قوتك. وبيكون هنا كلهم بيسخروا من يانجو وبيقولوا عليه مجنون، وبيقولوا له الجنان اللي انت بتعمله ده حاول تنهيه قبل ما يكون نهايتك ان انت تتقتل على ايديهم. وبيكون الشخص اللي كان يانج فاكرين ضربه قبل كده بيقول اكيد يانج نهايته هتكون هنا لانه اصلا شخص مجنون. بيفضل الاتنين دول يتخانقوا شوية وبيكونوا طايحين في بعض ومحدش عارف يوقفهم ولا حد بيتدخل أصلا لأن الاتنين مجانين ومحدش هيقدر يوقف اللي ما بينهم أبدا. وفي الآخر محدش فيهم بيعمل حاجة، لكن بيظهر السيد فانج هو بيكون هنا واضح عليه قوته وبيكلم يانج باحترام وبيقول إن السيدة يعني اتأكدت من صحة التقنية وعشان كده احنا موافقين على طلبك. لكن يانج بيقول له أنا رافض بصراحة. بيتجنن السيد فانج بيقول له رافض؟ انت جاي تلعب ولا ايه؟ انت مش عرضت على التقنية وقلت ان انت هتبدلها بلؤلؤة سيد الشياطين؟ يانج بيقول له بصراحة ما كنتش اعرف ان هي اصلية، لكن بما ان انا عرفت ان هي اصلية فلا انا مش هطلب بس لؤلؤة سيد الشياطين، انا عايز خريطة الكنز كمان معاها. فايه رأيك في العرض ده؟ اظن من حقي ان انا ابيع حاجتي بالثمن اللي انا عايزه. بيتجنن السيد فانج وبيقول له بصراحة انا هقتلك وهخلص عليك. ويانج بيكون ماسك التقنية في ايده ومش همه اي حاجة ولا فارق معاه كل اللي بيحصل.
وفي اللحظة دي بنشوف كل اللي موجودين في المزاد وهم غضبانين جدا من اللي بيعمله يانج وكمان من تصرف الزايد فانج، وبيقولوا له ازاي ان انت تبيع له حاجة زي دي واحنا كلنا موجودين وجايين المزاد علشان نراهن عليها. ازاي هو ببساطة كده يقدر يتحكم في المزاد كله؟ لكن الزايد فانج بتقول لهم خلاص الموضوع انتهى، او بيفكر ساعتها ان هو يقتل يانج وياخد منه التقنية وكمان مش هيديله اي حاجة في الوقت ده. لكن يانج بيقول له ما تفكرش بس في اللي انت بتفكر فيه ده عشان مش هتقدر توصل لحاجة معايا صدقني. بيتصدم فانج هنا ان هو قدر يقرا افكاره ويانج بيقول له بس ببساطة نفذ طلبي وهتقدر تاخد مني اللي انت عايزه، غير كده مش هتوصل معايا لحاجة صدقني. بتظهر هنا السيدة يان وبتقول خلاص احنا موافقين على طلب السيد يانج وطلباته كلها مجابة. بيتعصب هنا يوان ولونج وبيقولوا ازاي توافق على حاجة زي دي؟ بصراحة الموضوع ده كده اتخطى الحدود واحنا لازم ناخد كده حقنا بايدينا. بيتعصب السيد فانج وبيقول لهم تاخدوا حقكم بايه؟ انا عندي استعداد اقتلكوا كلكم هنا وانتوا عارفين. محدش يرد على السيدة يان، اوامرها تجاب. كلهم هنا بيترعبوا لما بيشوفوا قوته وبيقولوا خلاص احنا موافقين على كل حاجة بس ما تعصبش يا عم انت مجنون لي كده، هدي بس اعضائك. وهنا بتتكلم السيدة يان وبتقول له خلاص اتفضل يا سيد يان انا موافقة ان انا اديك الخريطة ومعاها كمان لؤلؤة سيد الشياطين وشرط ان انت تديني التقنية كاملة. بتديله فعلا الخريطة ومعاها لؤلؤة سيد الشياطين. بيقول لها انت مش خايفة مني ان انا اهرب واخدهم منك؟ ليه سلمتيهم ليا كده؟ بتقول له انت هنا في بيتي قصري وكمان مدينتي فمش هتقدر تهرب مني صدقني. وفعلا يانج بيديها التقنية الكاملة وبيتحرك يانج هنا وبيقول يلا نمشي. سيد فانج بيقول له احنا اتشرفنا بيك، يعني اتشرفت بيك يا سيد يانكو. بيكون متغاظ جدا من جوه بيقول لها انت ازاي تسلميه حاجه زي دي وتسيبيه يمشي؟ لسيدان بتقول له ما تقلقش احنا كده اصلا خلصنا عليه من غير ما نقرب منه. كل العائلات هتخلص عليه ومش هتسيبه وهتتنافس على البتاعة دي اللي هي الخريطة وكمان اللؤلؤة الشياطين. فصدقني هو هينتهي أمره قبل ما يخرج من المدينة وهترجع لنا الخريطة. فعلا بنشوف هنا العائلات وبيكون متفقوا علشان ان هم يخلصوا عليه كلهم ويقابلوه ما يسيبوش يخرج من المدينة حي هو اللي معاه. والمقاتل يوان كمان بيكون الخادم بتاعه بيبلغه بإن يانج خرج وإن كل العائلات هتخلص عليه، لكنه بيكون حذر جدا وبيقول له خد بالك إن يانج قوي جدا وإحنا اختبرنا قوته قبل كده فبلاش نقدم إحنا وإلا هنكون في خطر كبير جدا. وفعلا بنشوف يانج هنا وهو خلاص ماشي في شوارع المدينة والإمبراطور بيكون فرحان جدا يانج عمله وبيقول له إحنا وصلنا لحاجة كويسة جدا ولا إيه رأيك؟ يانج بيقول له استنى بس أنت مش مدرك اللي بيحصل ولا إيه؟ كل العائلات الوقت هتجمع نفسها علشان ياخدوا مني اللؤلؤة والخريطة. أنا عملت فيهم حاجة كبيرة جدا بس خلينا نتفرج عليهم ونشوف هيوصلوا لإيه معانا. وفعلا ما بيكملش كلامه بيكونوا وصلوا وبيقولوا له أنت حقير أنت اللي أخدت مننا اللؤلؤة والخريطة. بيقول له شفت يا دوب لسه بنتكلم ووصلوا. وفي اللحظة دي بنشوف 3 محاربين بيكونوا وصلوا فعلا قدام يانج وهو بيقولوا له سلم الخريطة اللي معاك وكمان عايزين ناخد منك لؤلؤة سيد الشياطين وممكن نسيبك تعيش بعدها. ايه رأيك في الكلام ده يا يانج؟ لكن يانج بيكون هادي جدا قدامهم وبيقول "لا، الصراحة أنا كنت مستنيكم". وبيتكلم واحد منهم وبيقول بص يا يانج سلمها لي وأنا كده كده أعتبر من عين الملكة ومسيطر على الأمر هنا. فشوف لو إنك حابب تكون معايا فصدقني مش هتحتاج لحد تاني وعيلتي هتقدر تحميك. وكلهم بيعرضوا عليه عروض لكن يانج بيقولون بصراحة عروضكم مغرية جدا لكن لو سلمتها لحد منكم التاني أكيد هيقتلني. فإيه رأيكم تتقاتلوا مع بعض وبعد كده نشوف اللي هيكسب هو اللي هيفوز بيها. لكن هنا بيتنرفزوا عليه جدا وبيقولوا له الخدعة بتاعتك دي مش هتيجي علينا، ما ينفعش نتقاتل مع بعض ونضعف بعض كلنا وفجأة تخلص علينا يا يانج. ولا انت شايف ايه بالظبط؟ احنا لو اتقاتلنا مع بعض هنضعف وفي الحالة دي مش هنقدر ناخد اي حاجة. وبيتفقوا على كده. يانج بيقول لهم خلاص بسيطة جدا جدا الموضوع ما يستاهلش كل اللي انتوا بتعملوه ده. انا ببساطة ممكن حد فيكو اقدر ابيع له النسخ اللي عندي. انا بصراحة كده عندي نسخ من الخريطة، ايه رأيكم؟ بيتصدموا من اللي سامعينه. وبيكون هنا السيد فانج ومع السيدة يانج واقفين وبيتفرجوا على كل اللي بيحصل وبيقولوا بصراحة كده خلينا واقفين ساكتين ونشوف اللي بيحصل للنهاية. اكيد دول هيخلصوا على يانج وهيقدروا عليه. وبيكونوا هنا في اللحظة دي متعصبين جدا وواقفين يتفرجوا من فوق ومرعوبين من اللي شايفينه. وبيكون يوان واقف ومستخبي
ورا السور، وهو بيقول انا ماليش دعوه باللي بيحصل ده كله، انا هقف عشان اشوف مين فيهم اللي هيكسب ومين فيهم اللي هيفوز. وهو بيكون يوم مرعوب من اللي شايفه حرفيا، وحاطط شجره قدام وشه بيقول بص، انا شاكك ان يانج ده اصلا هيقدر يخلص عليهم كلهم، خلينا واقفين هنا احسن لنا بدل ما نتأذي. يانج بيتكلم في اللحظه دي، يقول لهم انا عرضت عليكم عرض، ايه رايكم؟ انا معايا نسخ من الخريطة دي، فكل واحد فيكم ياخد نسخة. بقى انت عايز ايه؟ نسخ ايه بس؟ انت هتتجنن علينا ولا ايه؟ هنا كلهم بيوافقوا بالموضوع ده وبيفكروا فيه، بيقول لهم ايه رأيكم في الموضوع ده فعلا؟ كلنا يبقى معانا نفس النسخة وكلنا نروح للقبر، لكن احنا كده لو اتقتلنا مش هنوصل لحاجة وهنضعف كلنا، واللي هيروح هيكون ضعيف. يانج بيقول لهم واضح انكم اذكياء جدا، فشوفوا ايه رأيكم في الموضوع ده، انا عرضي واضح، كلنا هنروح. بيحاولوا يهاجموه في اللحظة دي، بيقولوا احنا نخلص عليك وناخدها من غير حاجة، لكن يانج في اللحظة دي بيطلع طاقة من ايده وبيقول لهم بس فكروا قبل ما تعملوا كده، مش لازم تخلصوا عليا. هنا خادم يوان بيقول له شايف كلهم هيخلصوا على السيد يانج، نلحق بقى قبل ما يخلصوا عليه نسرق منه الخريطة علشان هو كده كده هينتهي أمره خلاص. لكن يوان بيقول له صدقني أنا شايف قوة يانج وعارف إن هو يقدر يخلص عليهم كلهم لو حابب، بس أنا عايز أشوف يانج بيفكر في إيه. وفعلا كلهم بيخرجوا الأرواح الشيطانية اللي معاهم وبيهجموا على يانج بطاقة قوية جدا. يانج بيكون واقف ثابت مكانه، بيقول لهم ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده، وهو بيطلع ايده ويسد كل هجماتهم ويضربهم ضرب حرفيا تنيمهم كلهم على الارض. وهو بيكون ياند هاجي جدا، وفانج بقى بيكون مصدوم من اللي شافه، بيقول انا ما اقدرش اعمل اللي هو عمله ده، لو التلاتة دول هجموا عليا مره واحده يخلصوا عليا. بتتصدم يان وبتقول القوه دي مش طبيعيه، ازاي قدر يخفي قوته دي؟ ده كده كان قادر يقتلنا كلنا اساسا واحنا في المزاد، مش محتاج ان هو يخرج، لكن سابنا ان احنا نجري وراه علشان يوصل لهدف معين اكيد عايز يوصل له. انا مش فاهمه ايه الهدف اللي هو كان عايز يوصل له من ورا اللي عمله. يوان بيقول شفت يا غبي، لو كنا رحنا كان زمان خلص علينا معاهم. وهنا بيكونوا كلهم قاعدين على الارض قدام يانج، وهو بيقولوا ايه القوه اللي احنا شفناها دي؟ احنا ما تخيلناش ان في محارب يوصل للقوه دي اصلا. يانج بيقول لهم ببساطه احنا ما عملش اي حاجه، انا كنت بلعب معاكم بس. فايه رايكم بقى، توافقوا على العرض بتاعي ولا تحبوا تكملوا قتال؟ كلهم هنا في اللحظة دي بيكونوا مرعوبين منه، وخلاص بيقرروا يوافقوا على العرض بتاعه. يانج بيقول لهم يلا انا معايا نسخة، هنبيع النسخة ب10 مليون، ايه رأيكم؟ سعر حلو جدا ومناسب. بتصدموا 10 مليون؟ 10 مليون ايه ده، انا مكنتش هرضى اشتريها انت بتتكلم ازاي؟ لكن هنا بيكون واحد منهم بيقول انا عيلتي قوية ولكن ما معيش مبلغ زي ده ومش هقدر اشتريها، اللي هو لابس احمر ده اللي انتوا شايفينه ده. لكن يانج بيقول مش مشكلة، بس يلا نبتدي كده المزاد، مين اللي عايز يشتري النسخة ب10 مليون؟ يلا يلا انا هنا على ده. بيطلع هنا يوان، هو بيقول له يا سيد يانج انا كنت واقف بس مستني بس ان انت تنادي عليا. يانج بيقول له تعالى بس يا يوان، انا شايفك من ساعتها وعارف ان انت موجود، وانت كمان يا فانج انت ويان تعالوا. بيتصدموا اصلا ان هو شايفهم وهو بيقولوا احنا في اللحظة دي لازم نهرب ولا نعمل ايه؟ يانج بيقول لهم ما تهربوش، تعالوا بس هنتكلم مع بعض مش هعمل لكم حاجه. بيتصدموا كلهم ان اصلا السيد فانج والسيده يام موجودين، وفعلا في اللحظه دي بيقول ما ينفعش نهرب، لازم نروح ونقرب من يانج والا سمعتنا هتنتهي وكمان كرامتنا في وسط المدينه كلها، لو هربنا هتبقى نهايه القصر بتاعنا وكل ملكنا. وبنشوفهم هنا وهم كلهم ملمومين حوالين يانج، ويانج بيقول لهم انتوا كنتوا متهورين شويه في الاول، لكن يلا انا مسامح، انا مسامح في حق يا جماعه. يلا نبتدي المسات بتاعنا. انا قلت ان انا هبيع النسخة الواحدة ب10 مليون. بيتصدموا كلهم وبيكون حتى ايوان مصدوم من اللي سمعوا. 10 مليون مبلغ كبير جدا ازاي انت بس تتكلم الكلام ده؟ انت عايل اللي بتقوله؟ بيقول والله الموضوع بسيط، النسخة الواحدة ب10 مليون مش كل النسخ، ايه رأيكم؟ يانج في اللحظة دي بيكون عارف ان هم اصلا عايزين البتاعة دي اللي هي الخريطة دي ومش هيسيبوها، فبالتالي هو بيستغل الموقف ده، هو عايز يعمل فلوس برضه عشان تساعده. هنا فعلا يوان بيعرض ال10 مليون وهو بياخد النسخة بتاعته، وكل واحد فيهم بيقدم الفلوس وهو بياخد النسخة بتاعته. الشخص اللي كنا قلنا عليه قوي وعيلته قوية لكنه ما يقدرش يدفع مبلغ زي ده بيكون قاعد يعيط. في اللحظة دي يانج بيديهم كلهم كل واحد نسخة، وبيكلم فان ويان وبيقول لهم ايه رأيكم، مش عايزين نسخة انتوا كمان؟ ولا لما نشوفكوا هناك في القبر نكتشف ان انتوا فعلا كان معاكوا نسخ من الخريطة غير اللي انتوا بعتوها لي، وبالطريقة دي سمعتكوا هتبوظ. اظن ان انتوا افضل تشتروا نسخة، يا اما تكون متغاظة
وبتكون عايزة تخلص على يانج، لكن هي للأسف مضطرة إن هي تشتري نسخة علشان خاطر سمعة القصر بتاعها ما تبوظش، وبتقول له اتفضل البطاقة دي فيها اللي انت طلبته، وأظن إن أنا كده من حقي يكون ليا نسخة ومن حقي أكون موجودة في قبر الإمبراطور الملعون. يانج بيقولها كويس جدا، برافو عليك، خد النسخة بتاعتك. وبيلاقي اللي كان بيقول ما معيش فلوس ده عمال يعيط، فيانج بيقول له بقولك ايه، بطل الهبل اللي بتعمله ده وخد لك نسخة مجانية اهي. هو بيرمي له فعلا نسخة من غير ولا مليم، كلهم بيتصدموا بيقول احنا دفعنا قد كده فلوس كل واحد 10 مليون وده ياخدها ببلاش، ايه الهبل اللي احنا عايشين في ده. يانج بيقول لهم يلا انا مستنيكم هناك بقى، حد عايز مني حاجة اشوفكم على خير يا جماعة. هو بيكونوا كلهم متغاظين منه وعايزين يولعوا فيه وبيقولوا خدعنا بكل سهولة. وهو بيكون فنج شيط من الغضب اصلا لكن السيدة يام بتحاول تهديه وبتقول له بس هديه، هو مقاتل قوي وبرضه لسه القبر اللي قدامنا وهنشوف، ولازم احنا اللي ناخد كنز القبر ده. وبنشوفهم هناك فعلا كلهم داخلين عند باب القبر، وبيكون المحارب لونج واقف قدام باب القبر وبيقول القبر ده قوي جدا ولازم كلنا نتجمع علشان نكون موجودين فيه. هنا يوان بيقول احنا لازم نعمل اتفاق ما بيننا كلنا علشان خاطر نقدر نخترق القبر ده، لكن لونج بيكون مغرور بيقول له معاك انت، هي وصلت لكده على اخر الزمن يا حبيبي، انا هدخل لوحدي وانت شوف بقى لو في حد ضعيف تاني زيك كده عايز يعمل اتفاق او يعمل تجمع وتقدروا تخترقوا القبر وانتوا متجمعين مع بعض، لكن انا لوحدي هقدر اعمل كل ده وهاخد الكنز اللي جوه، انت ضعيف زيك يقعد يدور مع نفسه. هنا بيتكلم اصلا يوانو بيقول فعلا انا متوقعش من شخص مغرور زيك اقل من الرد ده، انت تستحق اللي هتشوفه جوه، اما شوف هتقدر تخترق فعلا القبر ازاي. بيقول له بس انت ما تشغلش دماغك، سيبني وانا همشي وهاخد الكنز بتاع القبر ده كله لوحدي. وبيكون مغرور جدا، وفعلا القبر بيكون قوي وهو مش مدرك مدى قوته. فعلا بنشوفهم وهم داخلين القبر، يوان بيكون واقف لسه وبيقول لازم اتعاون مع مجموعة تانية عشان اقدر اخترق القبر ده، القبر ده قوي جدا ولعنته كبيرة، وعشان نقدر نوصل لكنزه لازم نكون كلنا متعاونين وايد واحدة والا مش هنقدر نوصل لاي حاجة، وهو ده سر القبر ده. هنا بنشوفهم واقفين قدام تعويذة قوية جدا، بيكون هنا لونج واقف قدامها ومش عارف يعمل اي حاجة فيها، وبيقول التعويذة دي قوية جدا وهتحتاج لآلاف الجنود اصلا علشان نقدر نخترقها، ووقت طويل جدا كمان، انا مش عارف اتصرف ازاي مع التعويذة دي. وبيوصلوا وراه كلهم في اللحظة دي وبيقولوا له واضح ان انت مش قادر تعمل اي حاجة، شايفينك واقف يعني ما اخترقتش لوحدك. بيقول لهم طيب ما انتوا كمان واقفين معايا في نفس المشكلة يا اغبياء، ولا انتوا شايفين ايه بالظبط، مش ملاحظين ان احنا كلنا واقفين في نفس المكان ونفس المشكلة؟ بيتصدموا من رده، وهو بيقولوا دي حقيقة فعلا، احنا كلنا واقفين في نفس المشكلة ومش هنقدر نخترق القبر ده بسهولة. اتكلم في اللحظة دي ويقول احنا كده كلنا مع بعض في مكان واحد، لازم نتفق مع بعض ونتعاون عشان نقدر نخترق التعويذة دي. بتوصل السيدة يان ومع السيد فانج وبتقول لهم ايه اللي بيحصل ده. بيقول لها لونج التعويذة دي قوية جدا وهتحتاج لدم تشي عشان نقدر نخترقها، لازم نتعاون كلنا وكمان الجنود بتوعنا علشان نقدر كل واحد فينا يحط نقطة دم عليها، وبالتالي هتتفتح لينا بوابة ونقدر ندخل منها، غير كده فاحنا مش هنقدر نخترق البوابة دي نهائيا. وبيكونوا هنا كلهم سامعينه وبيقولوا دي حقيقة، وبتتكلم يان وبتقول دي حقيقة فعلا لازم كلنا ندخل عن طريق ده، لكن فاب بيكون رافض، بتقول له ما تقلقش هنخلص عليهم لما ندخل. هنا بيكون المحارب الفقير ده متضايق جدا من اللي بيحصل وبيقول ازاي ان احنا بعد كل اللي وصلنا له ده ونقف هنا ومش عارفين نخترق، ايه اللي بيحصل ده. بيوصل يانج وبيقول لهم ايه ده ازيكم يا جماعة، وبعدين ايه اللي انا سامعه منك ده انت اللي انا اديتك ببلاش صح، انت بتقول لهم ان انت عايز تقتلني قبل ما اجي هنا ومش عايز نخترق، ولا عايز تخترق كمان قبل ما انا اوصل؟ يا جدع ده انا اديتها لك ببلاش، عيب عليك. لكن السيدة يان بتقول له اهلا يا سيد يانج، احنا عايزينك تكون معانا برضو تتعاون معانا علشان خاطر نقدر نخترق البوابة دي، محتاجين دم تشي بتاعك، فايه رأيك تكون معانا؟ يقول لا بصراحة انا مش محتاج اكون معاك، وكمان انا دم تشي بتاعي غالي ومش هقدر اديك ولا نقطة منه، انا ببساطة هستنى اشوفكوا جوه. بيكونوا متنرفزين منه جدا وبيقولوا له يعني ايه انت مش عايز تتعاون معانا ويعني ايه هتشوفنا جوه؟ طبعا هما مش متخيلين اللي هيحصل، لكن يانج بكل بساطة بيقرب ايده من التعويذة والمعجزة انها بتتفك، وهو بيعدي يانج بكل سهولة بدون اي شيء، وبتفضل التعويذة موجودة زي ما هي. هنا بتقول لهم يانج خدعنا
بكل بساطة. لكن هنا كلهم بيتفقوا ان هما لازم يحصلوا يانج، وكلهم يطلعوا دم الشيب بتاعهم عشان يقدروا يلحقوا المجنون ده، لانه خدعهم بكل بساطة. وفعلا كلهم بيخرجوا الطاقة بتاعتهم وبيقربوها من البوابة، وفعلا البوابة بتتفتح وبيكون في شخص يبدو عليه القوة، وهو بيقول واضح ان في ضيوف وصلوا هنا، واضح ان انا هقدر اخلص عليهم واخد طاقتهم، انا من زمان ما امتصيتش طاقة اي شخص. وهو بيكون هنا سيديان واقف مع السيد يانج، وبيكونوا مستغربين اللي بيحصل. بيتكلم الامبراطور تيان، هو بيقول في حاجة غلط. تيانج بيقول له فعلا في حاجة غلط، الخريطة دي مش بتدلك على الطريق الصح، الخريطة دي بتدلك على الطريق الغلط، بتدلك على طريق الفخاخ وعلى طريق خطر جدا. وبالتالي اللي يمشي ورا الخريطة دي هتكون نهايته حرفيا. الخريطة دي عبارة عن تضليل مش حقيقة. هنا بيوصلوا كلهم وبيقولوا ليانج يانج قدرت توصل لحاجة ولا واقف زي ما انت مكانك مش عارف اي حتة تروح لها؟ يانج بيقول لهم بصراحة انا انصحكم انكم ما تمشوش على الخريطة وتعالوا ورايا، ايه رأيكم؟ لكن هنا لما بيشوفوه بالطريقة دي بيقولوا عليه مجنون. لكن يانج بيقول لهم العلامات الحمراء دي مش دليل طريق، وانما هي علامات خطر، فتعالوا معايا عشان ما تندموش. بيقولوا له بس انت روح في طريقك ومالكش دعوه بينا، واحنا نعرف نشوف طريقنا. ولا انت ايه رايك؟ بيقول لهم براحتكم، انا همشي من هنا، اللي عايز يجي ورايا يجي، واللي عايز يروح على الخريطه يروح. هنا بيكونوا كلهم بيقولوا عليه مجنون وانه هينتهي امره. وحرفيا بيكونوا هنا السيد فانجو والسيد يان مستغربين من اللي بيحصل. السيدة بتقول ببساطة أنا عندي تعويذة قوية جدا وأقدر أكتشف بيها الخطر، وأنا شايفة إن إحنا نمشي على الخريطة لأني حاسة إن مفيش أي خطر فيها. وفعلا بتقول لهم إحنا هنمشي على الطريق بتاع الخريطة لأن الكنز موجود هناك، ده اللي أنا شايفاه. كلهم بيكونوا مبسوطين من اللي بتقوله. لكن يوان في اللحظة دي بيتكلم وبيقول أنا همشي ورا السيد يانج بصراحة، وهسيبكوا انتوا مع السيدة يان. أنا حاسس إن السيد يانج هو اللي صح. بيكونوا كلهم مبسوطين من ده وبيقولوا طبيعي مجنون يمشي ورا مجنون، انتوا أصلا اتنين مخكوا تعبان. بيكون لونج مبسوط جدا وبيقول يوان ده مجنون اصلا واهبل وملوش اي لازمه، يلا خليه يروح في داهيه. واول ما بيدخلوا من المكان اللي هم داخلين منه بيلاقوا كنوز وحبوب صقل وثروات قويه جدا تقدر تكفي مملكه. بيكونوا مبسوطين وبيقولوا فعلا احنا فعلا كويس ان احنا اخترنا السيده يان هي اللي تكون القائده بتاعتنا. هنا السيد فانج بيقول انا فخور جدا بيكي، لكن دول ما يستاهلوش كل ده، ازاي هتسيبيهم ياخدوا كل الحاجات دي؟ بتقول له بس احنا ندخل ونجيب الكنز وبعد كده نخلص عليهم واحنا خارجين ونقول ان هم ماتوا في المقبره. وهنا بنشوف يانج ماشي وبيكون وراه الامبراطور تيان، وبيلاحظ ان في شخص ماشي وراهم. بيقول له ايه الشخص اللي ماشي ورانا ده؟ بيكون يوان، وبيقدم تحية ليانج وبيقول له انا صراحة انا عايز اكون تابع ليك، انا مبسوط جدا بقوتك دي وحابب ان انا اكون احد تلامذتك، ايه رأيك يا يانج؟ يانج بيقول له انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ انا مجرد شخص ضعيف وداخل اجرب حظي. هنا يوان بيقول له بصراحة كل ما بتقول الكلام ده وانا بعرف انك على حق وواثق في قوتك وفي اختياراتك جدا. هانك بيقول له متأكد؟ طب اللي قدامنا ده خطر كبير جدا، بيكونوا مرعوبين لأنهم حاسين بأرواح شريرة وفعلا بيتقدموا. لكن يوم بيقول له أنا واثق فيك ومش واثق في قوتك وعارف إن أنت تقدر توصل لهدفك. لكن الجنود بيكونوا متضايقين جدا وبيقولوا ده مجنون، أنت مش حاسس بالأرواح الشريرة اللي قدامنا ولا إيه؟ يوم بيزعلهم بيقول لهم أي حد يهين السيد يانج ملوش علاقة بيا، واللي مش عاجبه يرجع تاني، أنا مش جابركوا على حاجة. يانج بيقول لهم بس بطلوا اللي أنتوا بتعملوه ده وأنا هعرف أتصرف في الموقف ده، فلو سمحتوا اهدوا شوية. وبيقدموا له التحية وكمان يوان بيقدم له التحية وبيقول له انا مش هتكلم عشان اسيبك. هنا الامبراطور تيان بيقول الطالب ده عجبني جدا ووفي ليك وشكله معجب بيك يا هانج، انت ممكن تاخده تلميذ وهيكون شخص يعني مساعد ليك وقوي جدا. هانج بيقول طيب بس نناقش الموضوع ده بعدين، هو بصراحة هنمر باختبارات هنا وانا هقدم الاختبارات دي. الامبراطور تيان بيقول فعلا احنا هنقدم الاختبارات دي ونشوف لو نجح فيها هيكون يستحق ان هو يكون تلميذ وتابع ليا. يانج بيقدم فعلا قوته وبيفتح البوابة، واللي بيكون وراها مجموعة من الأرواح الشيطانية قوية جدا. لكن يانج ما بيكونش مهتم بالأرواح الشيطانية دي وبيكون مهتم بشيء تاني. الجنود بيكونوا مرعوبين من اللي شايفينه وبيقول البوابة دي لو اتفتحت احنا هنموت. لكن يوان بيكون واثق في يانج جدا، ويانج بيمشي في طريقه وهو بيكون داخل جوه بيقولوا يانج ده خلاص بيضحي بنفسه، ده هيموت مجنون اصلا اللي بيعمله ده. لكن يوان بيقول له على فكرة انا حاسس بقوة مهولة جدا خارجة من جوه، وشايف ان دخولك جوه ممكن يكون فيه خطر عليك، فانا شايف ان الافضل انك ترجع وبلاش تدخل مكان زي ده. لكن يانج بيقول له انا مش مهتم بده، انا مهتم بالسيف اللي محطوط هناك ده، اللي محطوط في الصخرة والسلسلة اللي مكتفة. وبصراحة أنا مش مهمني قوي أمر السيف، وإنما مستغرب السلسلة دي تعويذة قوية جدا ومش أي حد يقدر يعملها، عشان كده أنا عايز أفك التعويذة دي بنفسي وآخد قوتها.
مش اي حد يفهم اللي انا بقوله ده يا يوان، لكن انا يهمني ان انا اتخطى التعويذة دي. سلسلة الارض اللي مكتفة السيف دي وظيفتها تحميه، وكمان تمتص طاقة اي شخص يحاول يشد السيف وتخلص عليه. مش السيف هو اللي فيه المشكلة، السلسلة هي المشكلة. علشان كده انا لازم اقطع السلسلة دي. وفعلا وقت ما يانج بيدخل ويشيل السيف بتهاجمه روح شيطانية قوية جدا وبتبتلع يانج. هنا بيكون يوان مصدوم هو وكل اللي معاه، وبيقولوا له انت شايف ان الروح الشيطانيه اللي على شكل نار دي ابتلعت يانج تقريبا كله. يانج ما عادش موجود في اللحظه دي، احنا لازم نرجع والا النتيجه ان احنا نتبلع. يانج هنا بيكون جوه الروح دي وبيتكلمه، بتقول له انت بتعمل ايه هنا وازاي تتجرأ تعمل ده. يانج بيقدم لها ضربه قويه جدا حرفيا ما بتستحملهاش وبتختفي الروح دي. ويانج بيكون مبسوط وبالروح ضعيفه من غير عقل. وجات كمان تكلميني، انت مش عارفه انت بتتكلمي مع مين. وهو بيكون الراجل اللي هو حارس المقبره ده قاعد وبيقول انا حاسس بملل، بس حاسس كمان ان في وجبات قويه جايلي. ومين اللي قدر يخلع السيف من مكانه؟ انا فضلت كتير هنا مستني حارس لده، وفي الاخر شخص يجي ياخد السيف مني. انا هتصرف معاه بعدين. هو بنشوف الروح دي وهي بتنتهي حرفيا، وهو بيكون الجنود خايفين من الشكل اللي يانج طالع بيه. ويانج بيقول اي حد يتحداني في المقبرة دي انا اخلص عليه. يوان بيكون بيقول لهم انا هستنى السيد يانج ومش هتخلى عنه، اللي عايز يمشي يمشي، انا هفضل واقف هنا مستني السيد يانج. فاهمين ولا لا؟ انا مش جابركوا على حاجة. وبيظهر يانج فجأة قدامهم وهو شايل السيف في ايده وكمان قضى على الروح. بيتصدم يوهان وبيقول انت ازاي قدرت تخرج من الروح ده؟ انا فكرت ان انت انتهيت حرفيا. يانج بيقول له انتهيت ايه بس، انت مجنون، انا لسه بادئ الموضوع. وبعدين روح ايه دي؟ ده مجرد روح ضعيفة، احنا لسه ما ابتديناش نعمل اي حاجة. ايه ده بس كده يا يوان وخليك عاقل، انت لسه ما شفتش حاجة. يوان بيكون بيقول مبسوط وبيقول له بصراحة انا مبسوط ان انا اخترت معلم زيك. بصراحة أنا فرحان جدا، أنا اختياري كان صح وكويس إن أنا مشيت وراك. بس أنا عايز أعرف أنت جايب القوة دي كلها منين، وإيه رأيك في السيف ده؟ أنا مستغرب منك بصراحة، هو أنت طبيعي زينا ولا أنت مش طبيعي؟ يانج بيقول له اعقل بقى، بوس إيدك وبطل اللي أنت بتعمله ده. وفجأة بيطير السيف وبتخرج منه روح الإمبراطور زين. هو بيقول لهم مين اللي قدر ياخد السيف بتاعي وكمان يستخرج روح الإمبراطور زين؟ كلهم بيخضعوا على الأرض وبيكونوا مصدومين من اللي شايفينه من قوة الروح اللي هم شايفينها. الإمبراطور زين إمبراطور عظيم جدا، وكلهم بيقدموا له الاحترام، وكمان يوان بيقدم له الاحترام. يانج بيقول لهم اهدوا بس، اللي انتوا بتكلموها دي روح الامبراطور مش الامبراطور نفسه، فاهدوا كده وخلونا نشوف هنقدر نتصرف ازاي. هنا يوهان بيقول واضح القوة جدا عليها وهتكون مساعدة ليك جدا يا يانج، ايه رأيك في الموضوع ده؟ يانج بيقول له انا مش محتاج روح الامبراطور زين في حاجة، فاهدى بقى يوان وخليني اعرف اتكلم معاه. هنا بيتكلم بامبراطور زين وهو بيقول لهم واضح ان يانج انت المقاتل القوي اللي في وسطهم، وعشان كده انا هديك روحي والسيف بتاعي. فايه رأيك في العرض ده؟ جهز نفسك كده علشان تستلم روحي وهكون مساعد ليك جدا في حياتك. كلهم بيكونوا فخورين باللي بيحصل، ويوان كمان بيقول انا اخترت معلم قوي هتاخد كمان روح الامبراطور زين. لكن يانج بيقول له بصراحة انا مش محتاج روحك. هنا بيتعصب الامبراطور زين وبيقول له نعم، انت مين اصلا عشان ترفض تاخد الروح الامبراطورية بتاعتي؟ يانج بيقول له انا مش محتاج، بس انت عقل وبطل اللي بتعمله ده. بيتعصب الامبراطور زين جدا وبيقول له يعني انت ترفض روح؟ يانج بيقول له انا عايزك تديها ليوان. يوان طالب كويس جدا عندي واحد تلاميذتي، واظن ان انت روحك هتكون معاه في امان وهيقدر يستخدم قوتك استخدام كويس جدا وهيطور نفسه، وانت كمان تساعده ان هو يطور من نفسه ويستخدمك في الخير. بيتعصب الامبراطور عليه جدا وهو بيقول له انت اقوى شخص هنا وانا روحي لازم تروح لاقوى شخص. انت شايف ان انت احسن منهم ولا ايه، ولا احسن مني؟ المفروض ان انت تفرح بالعرض ده. يانج بيتعصب عليه وبيظهر روح الامبراطور السماوي بيقول له مين اللي انت عايزه ياخد روحك؟ وامبراطور مين؟ اعرف انت بتتكلم مع مين. بيتصدم الامبراطور زي ما بيقول له انت الامبراطور السماوي؟ انا اسف جدا، انا معرفش ان معاك روح الامبراطور السماوي. يانج بيقول له ببساطة اتفضل ادي روحك ليان، وهو الطالب بتاعي. بينحني قدامه بيقول له انا اسف يا سيادة الامبراطور، وفعلا الطالب بتاعك يشرفني ان انا اكون معاه. بيتصدم يومي اللي شايفه، بيلاقي الامبراطور زين هو اللي بيروح ينحني ليانج وفعلا بيسلم روحه لي. وهنا يوان بينزل على الارض وبيقول له يا يانج انا مبسوط ان انا تابعتك جدا واوعدك ان انا هستخدمها في الخير. هنا بيلاحظ الشخص اللي هو حارس المقبرة ده اللي حصل وبيقول مين قدر ياخد السيف وكمان ياخد روح الامبراطور زين؟ انا فضلت سنين هنا علشان خاطر اقدر اعمل ده وما قدرتش اعمله. ازاي الشخص
شخص يجي وياخد كل ده بكل سهولة. وفي اللحظة دي بيحس إن في حد مقرب منه بيقول كويس جدا، همتص طاقتهم وأقدر أروح أنتقم من الشخص التاني ده. وكلهم بيكونوا بيقولوا خلاص احنا وصلنا للكنز الكبير وهنقدر ناخده ونخرج من هنا، وما يعرفوش إن مستنيهم فخ كبير جدا. بيتكلموا وبيقولوا احنا لازم نوزع الكنز ده علينا كلنا بالتساوي. لكن لما بيدخلوا بيلاقوا الأرض مليانة بمجموعة من السيوف، وبيلاقوا الشخص قاعد على عرش كده ويبدو عليه إن شكله غريب وشاحب، بيحسوا إن هو مصاص دماء. كلهم بيقربوا منه وبيقولوا أكيد احنا هنخلص على الشخص ده وبعده هنشوف كمان الكنز فين، أو ممكن نخليه يعترف عن مكان الكنز. لكن هنا بيكون الشخص ده سامعهم وقاعد بيقول لهم انتوا بتقولوا ايه بالظبط؟ انتوا جيتوا لحد هنا وكمان عايزين تقتلوني وكمان عايزين تاخدوا الكنز بتاع القبر. انتوا مجرد وجبات صغيرة قدامي، وانا بصراحة كده هخلص عليكم وهمتص طاقتكم وروحكم. ايه رأيكم في الكلام ده؟ بيكونوا مصدومين من اللي هم شايفينه قدامهم، وبيقولوا الشخص ده تبدو عليه القوة، واضح ان احنا مش هنقدر عليه. فانج نفسه بيكون حاسس بقوته، بيقول احنا الراجل ده يقدر يخلص علينا، ده شكله اصلا مصاص دماء. احنا لازم نهرب من هنا يا سيدة يام بسرعة، والا الشخص ده يخلص علينا. هنا يام بتكون متوترة جدا، وفعلا بيلاقي الشخص ده واقف قدامهم وهيبتدي ان هو يهاجمهم، لكن يان هتحاول تهرب منه. وفي اللحظة دي هزعق فيهم وهو بيقول أنا هخلص عليكم ومحدش هيقدر يهرب مني، أي حد اخترق القبر لازم يموت على إيدي. بيكونوا مرعوبين من الطاقة اللي هم شايفينها قدامهم، وهو بيقولوا خلاص احنا انتهى أمرنا. بيقول أنا شكل النهاردة همتص طاقتكم وأروح أخد الشخص اللي قدر ده ياخد روح الإمبراطور زين والسيف وأقتله. هنا بتفعل السيدة يان درع قوي جدا علشان تقدر تحمي نفسها هي وكل الطلاب اللي معاها، ويحاولوا يهربوا من الدرع ده. بتقول لهم كله يخش داخل الدرع بتاعي علشان نحاول نهرب بيه. هنا بيقول لها درع ايه اللي انت بس هتحامي فيه؟ الدرع ده مش هيقف قدامي لحظة واحدة حرفيا. وفي اللحظة دي بنشوفهم كلهم فعلا دخلوا جوه الدرع اللي عملته السيدة يان، والشخص ده بيجمع طاقته وبيهجم بقوة كبيرة جدا على الدرع ده، حرفيا بيكسره ويدغدغه وبينهي أمر الدرع اللي عامله، وكمان بيصيبهم من جوه الدرع وبيصيب السيدة يان نفسها، وبتنزل على الأرض وبتقول أنا مش هقدر أقاوم الشخص ده، واضح إن إحنا أمرنا انتهى لحد هنا. وبيكونوا كلهم خلاص يأسين وعارفين إن هما مش هيقدروا على الشخص ده وهيخلص عليهم. وفي اللحظة دي بنشوف حارس القبر وهو ماسك القديسة يان وبيخنقها وخلاص هيقضي عليها، لكن يانج بيظهر فجأة من العدم، بيكسر الحيطة ويخرج حرفيا وبيقول لهم ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وحشين والله ما شفتكوش من زمان، اخباركم ايه؟ شايف انكم مطحونين يعني. بيكونوا كلهم مطحونين حرفيا وطالع ميتين، وبيقولوا له انت بتسلم علينا وهادي يا جدع، انت مش شايف اللي احنا فيه؟ وبيكون السيد فان قاعد على الأرض وبيترجى يانج وبيقول له أرجوك انقذ يان، انقذ السيدة يان، وأنا هعمل لك كل اللي أنت عايزه وهقدم لك كل اللي أنت عايزه. بيكونوا مصدومين إن السيد فانج بيعمل كده لواحد زي يانج، وبيقولوا إزاي يركع قدام واحد ضعيف زي ده. هنا بيخبط راسه في الأرض وبيقول أرجوك أنت الوحيد اللي تقدر تنقذها، أنا عارف قوتك، انقذها لو سمحت. هنا يانج بيقول له سيب السيدة يان يا بتاع أنت. بيضحك وبيقول له أنت فاكر نفسك مين عشان تكلمني أصلا؟ انقذها من إيدي لو تعرف، وريني. في لحظة يانج بيكون شدها من ايده وبيكون ضربه بايده التانية حرفيا ضربة واحدة رماه على الارض. بيتصدم فانج وكل اللي موجودين من سرعة يانج ومن قوته اللي خلته ضرب الحارس القوي ده بلحظة. يانج بيقول له بص انا هخلص عليك بسيف من السيوف اللي هنا، ايه رأيك؟ ولا تبعد عننا وتسيبنا في حالنا وبرضه كده مش هموتك؟ حارس القبر بيكون مغرور، هو بيقول له بس انت اسكت وبلاش الكلام اللي انت بتقوله ده يا جدع، انت فاكر نفسك مين؟ انا هخلص عليك حالا. تفكر نفسك مين؟ انت مجرد بشري ضعيف مالكش اي قيمه ولا لازمه قدامي. وبيجهز قوته علشان يهجم على يانج. يانج بيقول له متاكد ان انا بشري ضعيف؟ وبيخرج روح الامبراطور. بيتصدم حارس القبر من اللي بيشوفه وبيخرج روحه الشيطانيه. وفي اللحظه دي يانج بيضربه ضربه واحده حرفيا بيشق الروح الشيطانيه اللي معاه، وكمان بيقسم جسمه نصين. السيد فانج بيتصدم من اللي شافه وهو بيقول هو اللي انا شفته ده حقيقي؟ هو يانج قدر يضربه بضربة واحدة حرفيا ويقسمه نصين؟ يوم بيكون مبسوط جدا وبيقول له انا لازم اكون التلميذ بتاعك. وهو بيكون واقف قدام يانج. يانج بيقول له انا مش اديتك روح الامبراطور زين، انت عايز اكتر من كده يا جدع؟ زهقتني، انا مش عايز سلام زي ابعد عني عشان ولا انا عملت معاك كل حاجه يالا. بيقولوا له نعم اديته روح الامبراطور زين؟ الضعيف ده اساسا معاه روح الامبراطور زين ازاي يعني؟ اكيد انت بتضحك علينا وبتشتغلنا. هو بيكونوا كلهم مصدومين، حتى كمان السيده ام بتكون مصدومه لان هي كانت عايزه روح الامبراطور، وبتقول معقول انا لو روح الامبراطور راحت لمحارب زي وان خلاص وجودي هنا ما عادش ليه لازمه. هما بيكونوش مصدقينه.
وكلهم بيكونوا مصدومين من اللي بيسمعوه، وبيقولوا ازاي الكلام ده يحصل، واحد ضعيف زي ده هو اللي ياخد روح امبراطور عظيم زي الامبراطور زين. وهو بيشوفه التاني وهو متعلق على الحيطة وبيقولوا لا، يانج هو اللي قوي، لكن يوان ما خدش اي موقف، وبالتالي كل الموضوع ده كدبة. وفانج بيقول لها انا حاسس ان روح الامبراطور زين لسه موجودة، والا كده كانت هتظهر طاقة كبيرة، فانا شايف ان انت تاخدها. وهي بتكون مبسوطة بتقول فعلا انا حاسة ان هو ما اخدش روح الامبراطور زين. لكن في اللحظة دي بيكون يوان بيرد عليهم وبيقول لهم أنا معايا روح الإمبراطور زين. يانج بيقول له بس عشان شكلك أصلا سلبوتة ومحدش مصدقك، ها أنت مش باين عليك أي حاجة. في اللحظة دي بتخرج روح الإمبراطور زين من جثة اللي هو الشيطان اللي كان موجود وحارس المقبرة. ويانج بيقول المهم إن هو ما يتكلمش ويقول أي حاجة من الأسرار اللي مرينا بيها، وبيوصل الرسالة دي بالتخاطر للإمبراطور زين. والإمبراطور زين بيستجيب ليه وبيتكلم وبيقول أنا بشكر يانج على اللي عمله، انت قدرت تحررني. يانج بيقول له ولا أي حاجة، أنا بس كنت بساعد مش أكتر من كده. وبيقول الشخص ده قوي وكريم جدا وامبراطور عظيم. هنا بيقول له انت امبراطور وشخص قوي جدا كمان، انت قدرت تحررني، خد الهدية دي مني وده اللي اقدر اقدمه لك، انا خلاص هختفي. وبيوصي كمان يوان على روحه وبيقول له لازم تاخد بالك من روحي. يانج بيكون مبسوط جدا باللي حصل عليه، والامبراطور زين بيتكلم بيقول له يوان انا سلمتك روحي ودي هدية كبيرة جدا، هتعلم من طاقتك وهتخليك محارب قوي، اتمنى ان انت تستخدمها في الخير بس واياك تستخدمها في الشر. يوان بينزل هنا وبيقول له انا وعدك يا امبراطور زين ان انا استخدم قوتك دي في الخير بس. وبتختفي روح الامبراطور زين، وهنا كلهم بيكونوا شايفين الموقف كله وعارفين ان روح الامبراطور زين أصبحت ملك يوان، وإن يوان أصبح محارب قوي ومحدش يقدر يقف قدامه. هنا السيدة أيام بتقول يلا بقى نمشي من هنا عشان وجودنا ما عادش ليه أي لازمة. وفانج بيقول لها فعلا، وبيكون هنا في اللحظة دي معجبة جدا بيانج، وبتقول أنا عايزة أتعلم منه بعد ما كانت أصلا عايزة تقتله، أصبحت معجبة بيه. هنا برضه يوان بيكون واقف قدام يانج وبيقول له طيب اتفضل تعالى في الطائفة بتاعتي اسمها طائفة السيف السماوي، وهناك أكيد هتلاقي حاجات كتير جدا ومواد وكمان تقنيات تقدر تتعلمها، وبرضه هيشرفني وجودك معايا وهتستريح برضه من اللي انت مريت بيه يا سيد يانج. هنا يانج بيوافق فعلا وبيروحوا فعلا للطائفة، لكن بيخرج شخص وبيقول له الحقنا الحقنا يا سيد يوان، في معركة بين سيد الطائفة ونائب سيد الطائفة، والسيد التاني تقريبا خلاص بينتصر. والسيد التاني ده بيكون اسمه هان وهو عم يوان، والسيد الأول بيكون اسمه شان وده أبو يوان. وهنا كل الطلاب بيكونوا مبسوطين من اللي عمله هان، وبيقولوا له انت هتكون سيد الطائفة، والسيد كمان هان بيعترف بده. لكن السيد يوان بيقول انا اول حاجة اعملها ان انا هاجم مجموعة السيوف اللي موجودة على الجبل ده، السيافين دول لازم يعرفوا مقامهم، لازم اخترق كمان دفاعهم واخترق كمان من مصفوفة السيوف اللي هم عاملينها. لكن السيد هان ما بيعجبوش الكلام ده وبيقول له انت مجنون، واللي انت بتعمله ده ممكن يقضي على الطائفة، احنا اجدادنا حذرونا من قوة السيافين دول، وكمان المصفوفة بتاعتهم قوية ومحدش قدر يخترقها من آلاف السنين. انت عايز الوقت تدمر الطائفة، واول ما تبتدي تدخل في حاجة ممكن تتسبب في دمار الطائفة كاملة. لكن السيد هان ما بيكونش عاجبه الكلام ده كله، بيقول له انت ضعيف وخليت الطائفة ضعيفة. وهو بيكون الطلاب مبسوطين جدا من اللي بيقوله هان ده، وبيقول انت كده لو قدرت تعمل ده هنقدر يكون لنا اسم ومكانة. لكن السيد هنا الشام بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده مش هيكون اسم ومكانة وانما هيدمر الطائفة. هان بيقول له اسكت، انا خلاص هزمتك وانا سيد الطائفة، ما عدتش تتدخل في اي امر تاني، انا قلت ان انا هزم السيافين يعني هزم السيافين. بيقول له انت كده هتهزم الطائفة وهتقضي علينا، انت كده بتقضي على الطائفة كلها وانا لازم اوقفك. بيقول له لو فكرت توقفني انا هقضي عليك وهخلص عليك، وبعدين انت مفكر نفسك مين؟ حتى ابنك لو موجود فهو مش هيقدر يعمل حاجة. لكن في اللحظة دي بيظهر يوان، وهو بتكون قوته قوية جدا لدرجة انه بيضرب هان ضربة واحدة بترده لورا وبتوقع السيف من ايده. وهو بيقف قدام ابوه وهو بيقول له انت كويس؟ بيقول له فعلا انا كويس، بس ايه القوة اللي انت فيها دي كلها؟ انت خرجت فترة قصيرة جدا. بيقول له بس انا لقيت معلم كويس يقدر يعلمني. هنا هان بيتكلم وبيقول واضح ان يوهان رجع وشكله شادد حيله علينا شوية واكتسب بعض القوة. بيقول له هنشوف مين فينا اللي اكتسب بعض القوة، انا هخلص عليك وهعرفك مقامك. بيتنرفز جدا هان وبيقول انت هتخلص عليا يا ضعيف، انت اصلا ما عندكش اي قوة. لكن ابوه بيخاف عليه وبيقول له ابعد عن ابني ومالكش دعوة بيه. لكن يوان بيقول له بس اهدى كده يا حاج، اهدى كده يا كابتن، اهدى يابا وانا هتصرف معاه، مالكش
مالكش دعوة بأي حاجة. يوان بيكون واقف قدامه مغرور جدا وبيقول له شايف انت بس البتاع دي، لكن هنا بيكون الطلاب بيقولوا هو يوان بيتكلم جد، هو يوان عايز يهزمه بالمناشة اللي في ايده دي، انت اتجننت شكلك يا يوان. لكن بيكون السيد عشان أبو يون خايف عليه وبيقول له أنا خايف عليك منه، هان شخص قوي جدا ومخادع، أتمنى إن أنت ما تواجهوش بشكل مباشر عشان ما يأذيكاش. في اللحظة دي بيتكلم هان، هو بيقول بص يا يوان، أنا هديك فرصة أنت وأبوك، أنا مش عايز أخلص عليك وأنتوا ممكن تكونوا أتباع عادي جدا. لكن يوان بيقول له أتباعك أنت شخص ضعيف زيك أنا أبقى تابع لي؟ أنت قدامي ولا حاجة، مجرد حشرة، أنت اللي تبقى تابع ليا أنت وكل أتباعك، لأن أنا الأقوى هنا. هو بيكون يوان واضح للثقة، وكل اللي موجودين بيكونوا بيضحكوا عليه وبيتمسخروا منه، بيقولوا يوان رجع من القبر وهو فاكر نفسه بقى ليه قيمة ولا ايه؟ ده مجرد محارب ضعيف ملوش أي لازمة في وسطنا. وفي اللحظة دي بيظهر شواو، وبيكون ده ابن عم يوان، ابن السيد هان. وبيقول له ايه يا يوان، انت رجعت من المقبرة وعقلك طاير ولا فيك ايه اللي جرالك بالظبط؟ لكن يوان بيقول له ما تشغلش دماغك انت بس، سيبني مني لابوك وهو يواجهني، وانت خليك في جنب عشان انت شكلك متعلمتش الادب، وبلاش تخليني انا اللي اعلمك الادب، انا لحد الان محترم القرابة اللي ما بيننا. لكن في اللحظة دي بيضربه ضربة على وشه وبيقول له ده بس عقاب على قلة ادبك معايا وقلة احترامك ليا انا ووالدي. بيتصدم جدا ابوه من اللي شايفه، وبيقول انت ازاي بقيت بالقوة دي؟ انت بضربة واحدة قدرت تقضي على ابن عمك، وده محارب قوي جدا، يعني مش عارف اتخيل القوة اللي انت فيها دي. السيد تشان بيكون فرحان جدا بابنه، لكن في نفس الوقت بيكون خايف عليه. وكمان السيد هام بيكون متضايق جدا من اللي شايفه، وبيقول انت محارب ضعيف زيك يقدر يضرب ابني الضربة دي؟ انا مش هسيبك حي بعد اللي انت عملته اصلا. لكن يوان ما بيكونش فارق معاه اي حاجة، وهو بيطلع طاقة قوية جدا لدرجة ان لون عيونه بيتغير، وما بيكونش باين ملامحه من كتر القوة اللي بتكون حواليه. ودي بتكون قوة الامبراطور زين اللي قدر يمتصها ويكتسبها. بيتخض هان لما بيشوف القوة دي، وشاو بيكون برضه مصدوم وبيقول ابني بقى بالقوة دي ازاي وامتى؟ هو عمل ايه في المقبرة بالظبط علشان يكون بالقوة دي؟ هو بنشوف هان برضه وهو بيقول مهما كانت قوتك فانا عارف ان انت مجرد محارب وشخص ضعيف، لكن يوان بضربة واحدة بيكون جاب عمه ده الارض، وهو ضربه وكسر كمان الدرع بتاعه ورماه على الارض. في اللحظة دي بيتصدم الجميع، هو بيقولوا هو القوة دي بتاعت بجد يوان؟ وحتى أبوه نفسه بيكون مصدوم. هو بيكون هنا امبراطور تين واقف وبيقول على فكرة يوان ده خامة كويسة جدا ومحارب قوي، ايه رأيك فيه يا يانج؟ ويانج أصلا بيكون واقف فخور بيه، بيقول صراحة يا سيد يانج أنا مبسوط بيه جدا. ويانج بيقول بصراحة وأنا مبسوط بيه، لو استمر على الوضع اللي هو فيه ده فهيكون محارب قوي جدا وليه مكانة قوية جدا وكبيرة. هان بيقول له انت ازاي قدرت تضربني، وايه السيف اللي في ايدك دي، ايه الطاقة اللي انت ضربتنا بيها دي؟ بيقول له بس انت ما تشغلش دماغك بأي حاجة، انا من هنا وجاي هكون انا رئيس الطائفة، ووالدي كده انا هديله كمان رئاسة الطائفة، فاياك تقرب من والدي تاني والا هقتلك. وكلهم بينحنوا قدامه، كل طلاب الطائفة بينحنوا قدامه وبيعترفوا بيه. لكن هم بيتنرفز منهم وبيقول لهم انتوا من شوية كنتوا اتباعي وفي لحظة بقيتوا اتباع كمان يوان، انتوا منافقين ملكوش اي قيمة. بيقولوا له احنا بنحترم القوة والاقوى هو سيد الطائفة، واحنا بنحترم سيد الطائفة وهي دي القوانين، ده الموضوع كله. يوان في اللحظة دي بيكون بيتفرج عليهم وبيقول هم فعلا شوية منافقين بيحترموا القوي، بس عشان كده لازم أكون أقوى ومحدش يقدر عليا. لكن في اللحظة دي بيكون هان وابنه واقفين ومصدومين، وهو بيتكلم هان وبيقول اللي انت عملته ده فيه غش، بصراحة انت دلوقتي ما تنفعش تكون سيد الطائفة لأن القتال بيني وبينك ما كانش رسمي. وشاو أبو يوان بيرد عليه ويقول له فعلا دي قوانين العائلة، فعلا كده انت ما ينفعش تكون رئيس الطائفة لأن القتال كان بشكل غير رسمي. لكن يوان ما بيكونش عاجبه الكلام ده كله، وبيقول لأبوه أنا أعرف إن اللي يفك مصفوفة السيف السماوي ده يقدر يكون رئيس الطائفة، ولا أنا غلطان؟ وفعلا بيتصدم أبوه من اللي بيسمعه، بيقول له السيف السماوي ده محدش يقدر يفكها ولا حد يقدر يقرب من المصفوفة دي أساسا، أنت كده بتضحي بنفسك ودي ممكن تسبب لك أضرار قوية جدا. لكن هنا بيكون هان مبسوط من اللي بيسمعه، وهو بيقول كويس جدا، هو كده هيخلص على نفسه بنفسه، والمبسوطة دي قوية جدا ومش أي حد يقدر يتخطاها، وبالتالي اللي هو بيعمله ده يعتبر جنون، وهيخلص على نفسه وهرتاح منه. لكن يوان بيقول له ما تقلقش يا والدي، أنا هروح المصفوفة دي وفعلا هقدر أتخطاها. وفعلا بنشوف المصفوفة دي وبتكون مصفوفة قوية جدا. الإمبراطور يان بيقول ليانج إيه رأيك في المصفوفة دي يا سيد يانج؟ يانج بيقول المصفوفة دي قوية جدا ومعقدة ومش أي شخص يقدر يتخطاها، لكن يوان باللغة الحالية يقدر يتخطاها لو بس أعمل عقله وتفكيره. وهنا الكل بيقول خلاص يوان كده انتهى أمره وملوش
ملوش أي وجود تاني. والسيد شان بيقول له يا ابني أنا مش محتاج أكون رئيس العائلة، أنا هتخلى عن الطائفة دي كلها، بس أنت ما تدخلش المصفوفة لو إنك مش هتكون قدها ومش هتقدر تحلها. المصفوفة دي قوية ومش أي حد يقدر يتخطاها، وناس كتير جدا اتعرضت لأذى كبير جدا بسببها، فأرجوك ما تأذيش نفسك عشان. لكن يوم بيكون واثق من نفسه بيقول له ما تقلقش، انا قلت هتخطى المصفوفة دي انا هتخطاها. السيد هام بيكون بيضحك جدا وبيقول له بس اعقل، بس تعالى انا هوافق ان انت تكون تابع ليا انت وابوك، ومش هاذيك ولا هقتلك ولا اعمل لكم اي حاجه، بالعكس هخليكم خدم عندي، بس ما تروحش المصفوفة دي وتضحي بنفسك، يعني انا عارف ان انت هتنتهي. وبيكون فرحان وبيقول انت كده هتموت، انا عارف ان انت هتنتهي امرك ميت وابوك هيتجنن بعدك وهينتهي امركم انتوا الاتنين. لكن يوم بيقول له ما تقلقش، انا كده كده حتى المصفوفة دي لو ما اتفكتش فانا رئيس العائلة غصب عنك، وبقوتها اقدر اكون رئيس العائلة غصب عنك انت وكل افرادها. بيتصدم هان وبيمشي وبيقول انا همشي من هنا لان ده قليل الادب ومش هقدر اقف قدامه. وفعلا بنشوف هنا يوان وهو داخل المصفوفة وبيقعد في وسطها وبيبتدي يستجمع طاقته عشان يقدر يتخطى المصفوفة دي ويحلها. وهو بيكونوا كلهم واقفين في الخارج ومستنيين اللي هيحصل، ويانج واقف وهو بيشوف يوان هيقدر يعمل ايه، لكنه بيلاحظ ان يوان جدا بيكون تعبان جوه المصفوفة. وهنا بيتكلم يانج وبيقول اظن ان انا كده لازم اساعده في المرحلة دي، اظن ان هو اتعرض لضغط كتير جدا وهيحتاج مساعدتي. هناك كلهم ساكتين وبيقولوا خلاص كده اظن ان يوان انتهى امره وهيموت. وبيكون السيد هام فرحان جدا وبيقول يلا يا يوان كمل 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 اللي انت بتعمله، اظن ان انت نهايتك وصلت لحد هنا، انت هتنتهي والمصفوفة دي هتفجر جسمك كله. لكن هنا بيضربه وبيشاو وهو بيقول له انت شايف ابني بينتهي امره وبعدين انت بتتكلم الكلام ده كله، خلينا نشوف ايه الموضوع. المصفوفة دي ممكن تفجر الطائفة كلها لو حد غلط فيها غلطة واحدة. هنا بنشوف يوان وهو قاعد في وسط المصفوفة بيكون الضغط عليه كبير، بيتكلم الامبراطور تيان، هو بيقول ليانج انت لازم تساعده دلوقتي والا اظن ان امره هينتهي. يانج فعلا بيتكلم وبيقول له اعكس المصفوفة، اعكس اللي انت بتعمله، كل الخطة اللي انت بتعملها اعكسها. لكن في اللحظة دي كلهم بيتكلموا بيقولوا عكس المصفوفة، يعني انفجارها حرفيا ونهايتنا كلنا كمان، مش نهاية بس يوان. هو مجنون ده ولا ايه؟ ازاي ينصحه نصيحة زي دي؟ وبيكون ابوه خايف جدا وبيقول كمان انا مش عايز يوان ينفذ الكلام ده لان ده كلام فارغ وهيسبب في دمارنا كلنا، مش دمار المصفوفة لوحدها. لكن ينجي بيتكلم وبيقول له ايه يا يوان انت مش واثق فيا ولا ايه؟ مش المفروض ان انا سيدك والمعلم بتاعك؟ في اللحظة دي بيتكلم يوان وبيقول له ابدا انا واثق فيك جدا، وهو بالتخاطر بيكلمه وبيقول له ولكن انا ما استحقش منك كل ده. بيقول له مالكش دعوه باي حاجه وما تقدمليش اي شيء ولكن نفذ اللي بطلبه منك. وفعلا بيبتدي يوان ينفذ اللي طلبه منه يانج. ابوه بيخاف جدا وبيقول له لا وفى افضل لان انت كده هتنتهي. هان بيكون مبسوط وبيقول له نفذ نفذ يا حبيبي يلا كمل كده واكس المصفوفه عشان اخلص عليك واشوفك وانت بتموت بعيني. بيكون هنا يوان بيتعرض لضغط كبير جدا جدا وبيكونوا كلهم بيقولوا كده خلاص يوان هينتهي امره وهيموت وهينفجر حرفيا. لكن بنتفاجئ ان يوان خرج فعلا من المصفوفة وبيكون مصاب بإصابات كتير. هان بيقول هو في اللحظة دي ضعيف وانا لازم اهاجمه واخلص عليه، لكن يانج جنبه وكمان ابوه وانا مش هقدر اعمل له حاجة. وفعلا بيخرج يوان هو بيتكلم وهو بيقول انا نجحت يا والدي، يعني المفروض ان انت تكون فخور بيا. لكن بيقول له انا معرفش انت نجحت ولا لا، انا اللي يهمني ان انت خرجت من المصفوفة دي عايش ويخليك معايا بقى عشان نعالجك ونوصلك للطائفة تتعالج وانسى موضوع المصفوفة. لكن بيقول له لا انا لازم احرك المصفوفة، وكلهم بيشوفوه مش قادر يحرك المصفوفة. هو بيقولوا ده اللي كان متوقع منه، هو محارب ضعيف وملوش اي لازمه. هان بيقول ايوه محارب ضعيف. هو بيكون فرحان جدا في يانج وبيقول له ايه يا يانج تلميذك الفاشل اظن كسرك. بيقول له بس ركز كده وبلاش اللي انت فيه وشوف المصفوفه بيجرى لها ايه. في اللحظه دي بيكون فعلا يوان قدر يحرك المصفوفه وبيكونوا كلهم مصدومين، وابوه بيكون بيبكي من الفرحه وبيقول من مئات السنين محدش قدر يقرب من المصفوفة دي أو يتخطاها، وأنا ابني بفضل يانج ومساعدته ليه وكمان القوة اللي اداهاله ابني قدر يحرك المصفوفة دي. بيقولوا له كلهم هيبقى هو رئيس الطائفة وبينحنوا قدامه قدام قوته اللي هم شايفينها. هو بيكون يوان في اللحظة دي فخور جدا بنفسه، بيقول لوالده أظن إن أنا بفضل توجيهات يانج قدرت أوصل للمستوى اللي أنا فيه، وأنا دلوقتي مش حابب أكون رئيس الطائفة وإنما أنت هتكون رئيس الطائفة، لأن أنا مش فاضي إن أنا امسك رئيس الطائفة وما عنديش الخبرة في الكلام ده، وكمان ما بحبش المسائل دي، انا محارب وحابب اكون محارب زي معلمي يانج. وبيقول له انا بس عايز ازود من قوتي لان انا بحب يانج وده استاذي وانا تلميذه وحابب اكون زيه ومش عايز اكون رئيس طائفة ولا الكلام ده كله. ابوه بيقتنع بكلامه، وفي اللحظة دي يوان بيعلن ان ابوه هيكون هو رئيس الطائفة، وكمان بيقول لهم اتمنى تاخدوا عمي كمان وتحبسوه عشان هو
كفاية اللي عمله لحد كده. وفي اللحظة دي بيغمى عليه وبيكون كان متماسك كل الوقت ده عشان ما يبانش ان هو ضعف قدام افراد الطائفة. يانج بيقول له انت كويس جدا اللي انت وصلت ليه والمستوى ده، لكن انت لسه جواك طاقة قوية جدا لازم تسيطر عليها او الطاقة دي ممكن تنفجر وتخلص عليك. هنا يوان بيقول له انت تقدر تساعدني يا سيد يانج، انت معلمي، عايزك تساعدني في ان انا اقدر اسيطر على الطاقة دي. لكن يانج ما بيكونش مستجيب لكلامه ده، بيقول له لو انا ساعدتك يبقى انا كده باخد دورك وما بساعدكش، بالعكس انا هسيبك ضعيف. يقوم بيقول له يعني ايه ضعيف؟ هنا في اللحظه دي بيقول له لازم تساعدني عشان اقدر اسيطر عليها. بيقول له لا، انت تساعد نفسك، لازم تحارب اللي جواك وتبقى محارب قوي. انت مش عايز تبقى محارب وتخليت عن انك تكون رئيس الطائفه، حارب اللي جواك وسيطر عليه. هنا ابوه بيقول له فعلا يانج لو ساعدك كده هو بيأذيك مش بينفعك، لازم انت تسيطر على قوتك وعشان تقدر تكون المحارب اللي انت بتتمناه. وفعلا في اللحظة دي بيتشجع يوان وبيخرج منه طاقة قوية جدا، وبيحاول ان هو يسيطر على طاقة المصفوفة ويمتصها. لكن نتيجة لده بتشتعل نار قوية جدا في الطائفة وبتوصل لحد طلاب الطائفة. وهان بيفتكر ان هو يوان في اللحظة دي انفجر، وهو بيقول شفتوا يوان ما قدرش يسيطر على المصفوفة وهو قال هيتخطى اللي فيها. وابنه كمان شاو بيكون فرحان وهو بيقول شكل كده يوان اتقتل في وسط اللي هو بيعمله. ويانج بيكون واقف وبيدي ليوان طاقة من طاقته، طاقة نجم السيف السماوي، وفي اللحظة دي بيدمجها مع الطاقة اللي جواه وبيشكره جدا لأنه بيقدر يسيطر على طاقة المصفوفة، وكمان بياخد من طاقة يانج. وبيقعد قدام يانج ويقول له أنا فخور جدا إن يكون ليا سيد زيك يا سيد يانج، أنت معلمي. لكن يانج بيقول له أنا مش معلمك ولا حاجة وما ينفعش أكون معلمك، أنا محارب وأنت محارب وأنا بساعدك وأنا وثقت فيك واعتبرتك أخ ليا. يوان بيقول له أنا شايف إن أنت سيدي وهتفضل سيدي دائما وما أقدرش أشوفك غير كده، هتفضل السيد يانج سيدي العظيم ومعلمي العظيم حتى لو كنت أنا رئيس الطائفة، ومهما كانت مكانتي هفضل معترف للي ليه الفضل عليا وهو أنت يا سيدي. الإمبراطور تيان بيقول له أنت متأكد إنك مش عايز تاخد يوان طالب ليك؟ ده فرصة كويسة جدا. يانج بيقول له يوان من طائفة كبيرة وهي طائفة النجم، يعني طائفة السيف السماوي، وده أمر ليه أهمية ومكانة لازم أسيبه في مكانته دي وما ينفعش أخده الطالب ليا، لأن أنا رحال وما بثبتش في طائفة. لكن في اللحظة دي بنشوف كل أفراد الطائفة وهما بيشوفوا النار وهي بتختفي، وفي اللحظة دي بيكتشفوا إن يوان سيطر على المصفوفة. وبيتنقل المشهد لينا للسيدة يان، واللي بيكون قاعد معاه محارب قوي اسمه شينج، وده بيكون محارب إمبراطوري تابع للإمبراطورية. وبيقول لا إحنا عايزين نخلص على اللي اسمه يانج ده، وأنا أظن إن وجوده هنا خطر علينا، كفاية إن هو قدر يخترق القبر الملعون وياخد كمان روح السيد زين. لكن هي بتقول له لا، السيد يانج شخص قوي جدا ومحاربته خطر كبير وكمان ذكي وشخص يقدر يراوغ. بيقول لا انت ما تقلقش، احنا مسيطرين على القارة كلها وكمان عندنا جيش قوي جدا، في قصة ان هو قوي دي امر مش هيكون مشكلة قدامنا وهنقدر نخلص عليه. السيدة يان بتقول له انا شفت ده بعيني وشفت قوته، فكون نتحداه بالسهولة اللي انت بتقولها دي. بيقاطعها وبيقول لها قلت ما تقلقيش احنا هنقدر نخلص عليه. لكن هي في الحقيقة بتكون بتحب يانج ومش عايزاه يتأذي، وبيمشي وبيقول لها احنا هنروح وهلم الطوائف كلها وهنروح نخلص كمان على طائفة السيف السماوي، علشان يبين ان قتل يانج كان مجرد حادث في وسط انهاء الطائفة دي. هنا بتتصدم السيدة يان وبتقرر انها تبعت رسالة ليانج، وبنشوف يانج هو قاعد يسكن قوته وبيكون بيعمل كل الطاقة اللي فقدها وعايز يدمج قوة السيف معاه وكمان الطاقة اللي اداها ليوان علشان يقدر يتخطى المصفوفة. ويوان بيكون راجع قدامه، لكن يانج بيقول له ما تزعجنيش ومش عايز حد يكلمني، سيبني اسكن قوتي. وبيوصل حجر قدام يانج، لكن هنا بيمسكه يوان وبيقول دي رسالة ايه اللي جايبها، لكنه بيحاول يقراها هو وبيعرف ان كل الطوائف اجتمعت على انهم يخلصوا على طائفة السيف السماوي. وفي اللحظة دي بيقول انا مش هزعج يانج ابدا وهتصدى ليهم، وبيبتدي فعلا يرتب اموره علشان يتصدى لكل المحاربين اللي هيجوا يهجموا على الطائفة. وبنشوف هنا المحاربين وهم متجهين ناحية الطائفة، بيكون من ضمنهم المحارب لونج والمحاربين اللي كانوا معاه في قبر الامبراطور زين، وبيكونوا كلهم غيرانين منه ان هو عمل ده وكمان اخد يانج كمان معاه. وبيكونوا متجهين ناحية الطائفة وفعلا بيوصلوا للطائفة، لكن العجيب ان هما ما بيقولوش اي حد موجود حواليهم. في اللحظة دي بيقولوا أكيد لما عرفوا إن إحنا جايين هربوا، أكيد خافوا من وجودنا، لكن بيتفاجئوا إن جنود من الطائفة بيكونوا حاصروهم ومعاهم سلاحهم الرهام وكمان موجهين ناحيتهم. في اللحظة دي بيقولوا أنتوا عددكم قليل جدا، إزاي هتواجهونا بعدد قليل من الجنود بالطريقة دي؟
مجرد طائفة أصلا ملهاش أي لازمة. وفي اللحظة دي بيظهر يوهان وبيقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه، ايه اللي جايبكم لحد هنا؟ المفروض ان امر المقبرة انتهى وانا اخدت روح الامبراطور زين وانتهى الموضوع لحد كده البنا. ايه اللي انتوا جايين تعملوه هنا وايه غرضكم؟ هنا بيتكلم لهم بيقول له واحد ضعيف زيك ما يستحقش ياخد قوة زي دي، احنا جايين عشان نخلص عليك انت وكل افراد الطائفة، وكمان يانج بتاعك ده نخلص عليه. وكلهم بيأكدوا كلامه وبيقولوا له ده اللي هيحصل فعلا. يوان بيقول لهم انتوا متأكدين من اللي انتوا ناويين تعملوه ده؟ انا بس سايبكم لحد دلوقتي علشان خاطر الصداقة اللي كانت بينا، وكمان احنا كنا في وقت من الاوقات فريق واحد، فارجوكم بلاش تعملوا ده. وكمان انتوا اقوى 3 محاربين، فخسارة ان البلد تخسركم وانكم تموتوا هنا. الهونج بيكون اكترهم غرور وبيقول له احنا مش هسيبك وانا هخلص عليك، وكلهم بيتفقوا معاه. وفي اللحظة دي وان بيخرج طاقته وبيظهر طاقة قوية جدا بيتخضوا كلهم منها وبيترعبوا من اللي هو شايفينه. وفي اللحظة دي بيضربهم يوان بالطاقة دي، واللي بتتسبب ليهم في ضرر مهول جدا، وبترموهم هما التلاتة على الارض. ويوان بيقول لهم انتوا اتخطيتوا حدودكم وانا هخلص عليكم، انا اديت لكم فرصة تراجعوا عن اللي انتوا بتعملوه، لكن انتوا اخترتوا تموتوا هنا. انا لازم اخلص عليكم عشان تكونوا عبرة لاي حد يفكر يقرب من طائفة الطيف السماوي. لكن في اللحظة دي بيظهر السيد شينج وهو بيقول له اوعى تفكر ان انا هتخلى عن الطلاب بتوعي بالطريقة السهلة دي، انا سيبتك تعمل اللي انت عايزه. لكن بيتكلموا بيقولوا شكرا لوجودك، بيضربهم هو فعلا وبيقول لهم شوية ضعفة وما تستاهلوش تكونوا تلاميذي، ولولا ان انا بس محتاجكم لفترة وانكم اقوى الطلاب عندي وكنت خلصت عليكم. يوان بيقول له ما تفتكرش اللي انت بتعمله دي لفيته، مش هقولك مكان السيد يانج ومش هوصلك ليه، وكمان انا هحاربك واقف قدامك. بيقول له انت محارب قوي عاجبني، ايه رأيك تكون واحد من تلاميذي؟ لكن يوان بيقول له صراحة انا ما افتكرش بصراحة ان انا اكون واحد من تلاميذك. وبيظهر مصفوفة السيف السماوي وهو بيحاول في اللحظة دي، لكن هنا شينج ما بيصبرش عليه وبيضربه ضربة قوية جدا حرفيا بتأذي يوان بشكل كبير جدا، وبترمي يوان على الارض. بيقول له انت محارب قوي ولكن برضو ما تقارنش قوتك بيا. يوان بيضحك وبيقول له بس انا برضو لسه ما ظهرتش كامل قوتي ومش هسيبك. هنا السيد شينج بيقول له انا مش عايزك، انا عايز اقتل يانج. وفي اللحظة دي بنشوف الجنود وهم بيحاولوا يدافعوا عن يوان، لكن ما بيقدروش يعملوا حاجة لأن بيتصدى ليهم التلاتة أصدقاء يوان. والسيد شينج بيسدد ضربة قوية جدا ليوان بهدف قتله، لكن بيظهر يانج في اللحظة دي وبيصد الضربة دي وبيسدد ضربة قوية جدا للسيد شينج لدرجة إن هي بترميه وبتخبطه في السور اللي موجود قدام البيت. كل الطلاب هنا بيتصدموا وبيقولوا ازاي السيد شينج بضربة واحدة يجراله كل ده، سيد قوي جدا. وبيفرح الجنود هنا باللي حصل وبيفتخروا جدا بقوة يانج، ويكون يوان برضو فخور بيانج بضربة واحدة بس. يا سيد يانج قدرت ان انت تعمل فيه كده، انا فخور ان انت معلمي. يانج بيقول اللي يقرب من تلميذي الوحيد هخلص عليه. بيظهر شينج تاني وبيكون متعصب جدا وبيقول ليانج انت فاكر ان انت تقدر تهزمني باللي انت عملته ده؟ دي ضربة حظ. يانج بيقول له مش ضربة حظ ولا حاجة، حاول تاني وانت تعرف. بيتعصب جدا مين اللي شايفه وبيقول له فين المخطوطة؟ هات بس المخطوطة اللي فيها التقنية وانا هسيبك تمشي بسلام. يا يانج انا ممكن اعفو عن حياتك بس اديني المخطوطة دي لاني محتاجها جدا، ايه رأيك في العرض ده؟ وببساطة كده هتحافظ على حياتك وممكن كمان اضمك لجنودي. ايه رأيك؟ انت محارب عظيم وخسارة ان انا اخلص عليك هنا. يانج بيقول له انت تقصد المخطوطة دي؟ طيب ببساطة وبقوم حرقها قدامه. بيتجنن شينج في اللحظة دي بيقول له انت مجنون، انت عملت ايه؟ ازاي تحرق مخطوطة مهمة زي دي وتقنية مهمة زي دي؟ انا هخلص عليك واقتلك ومش هسيب حد موجود هنا في كل الطائفة دي غير لما اقتله. يانج بيقول له متأكد من كلامك ده؟ وبيفعل قوته. وفي اللحظة دي بيضربه بمصفوفة السيوف، حرفيا بيخلص عليه وبيدمر جسده حرفيا. يوان بيقول انت قدرت تستخدم المصفوفة دي ازاي؟ المفروض ان انا اللي اخترقت المصفوفة دي. انت اقوى مما تخيلت يا سيد يانج. يانج بيقول له انت ازاي تسألني سؤال زي ده؟ انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ انا المعلم يا ابني. المهم يوان بيحاني قدامه ويقول له فعلا انت المعلم. وبيقول له التلاتة دول ايه رأيك فيهم يا يوان؟ يوان بيقول له ان التلاتة دول لازم يتقتلوا، وجودهم خطر وهم خانوني اكتر من مره. يانج بيقول له لا مش هيتقتلوا ولا حاجه، دول محاربين اقوياء وكمان خساره ان احنا نقتلهم. انا هخليهم عندك خدم ويكونوا كمان يساعدوك ويكونوا من جنودك، ده هيفيدك اكتر من انك تقتلهم. يوم بيرفض ده وبيقول له دول غدروا بيا اكتر من مره يا يانج، ازاي تعملهم كده؟ بيقول له ما تقلقش انا هحط عليهم لعنه، واللي هيفكر فيهم مجرد تفكير ان هو يغدر بيك او يخونك هيتقتل حرفيا وفي نفس اللحظه. وفي اللحظه دي بيوجه لهم القرارات. يانج بيقول لهم اللي هيفكر يخون، وقبل ما يكمل كلامه بيكون قتل لونج حرفيا، وده معناه ان لونج اصلا فكر يخون من قبل ما يبتدي حتى ان هو يشتغل مع يوان. في اللحظه دي بيكونوا الاتنين التانيين مرعوبين وبيقولوا احنا ما نقدرش نخالف يوان تاني، ويوان بيكون مصدوم من قوه يانج كمان ومن قسوته.
ما بيفكرش. المهم بنشوف يوان بعد كده وكمان السيد يانج وهم قاعدين مع السيدة يان وبيشكروها على الرسالة اللي بعتتها. هي بتقول لهم مفيش أي مشكلة، أنا بس حبيت أساعدكم، وبتخرج وتسيبهم. هنا يانج بيشكرها وبيديها جزء من طاقة النجم السماوي الخاصة بيه، وبيقول لها حافظ على الطاقة اللي هي بتكون مصدومة من قوة الطاقة اللي داخلة جسمها، وبتقول له شكرا وحافظ عليها طول العمر. وبنشوف يانج وهو واخد حصانه وخارج من الطائفة، وبيقول لي يوان أنا هسلمك رئاسة الطائفة دي وعايزك تطورها وتحافظ عليها، وعايز تلميذي يرفع راسي وما يسيبش أي حاجة تمس الطائفة. بينحني يوان وبيقول له أوعدك يا سيد يانج إن أنا هكون خلف صالح ليك وهحقق كل اللي انت طلبته. بيكون هنا الامبراطور تيان قاعد وهو موجود، وبيقول للسيد يان انت هتمشي وتسيبهم فعلا، بس احنا هنروح على فين؟ يانج بيبلغوا ان احنا هنروح مدينة الابدية، لكن الامبراطور تيان بيقول له مدينة الابدية موجود لنا اصلا وحوش خطيرة جدا وقاتلة غير مقاتلين اقوياء جدا. انا مش عارف اذا كنت بتفكر صح لما نروح مدينة زي دي ولا لا. يانج بيقول له اكيد علشان هنتعلم منها وهعرف برضه اطور مهاراتي، وما تنساش انا برضه الامبراطور السماوي مش اي حد، ولا نسيت ده امبراطور تيان. لكنهم بيمروا على قرية وبيكون بيتمشى فيها يانج وبيكون مستغرب جدا من انه بيحصل، لان كل اهل القريه بيكونوا مستغربين وقاعدين يبصوا له بشكل غريب. وبيظهر شخص عجوز وبيكون اسمه السيد مو، وهو بيقول له انا زعيم القريه دي وحابب اعرف انت جاي هنا تعمل ايه. اتمنى. يانج بيقول له انا بصراحه رحاله وجاي اتعرف على الناس اللي هنا في القريه. اتكلم السيد مو بيقوله بصراحة احنا قريتنا غير مستقرة تماما، وكمان الأمر خطر جدا انك تكون موجود فيها. كان نفسي اساعدك واستضيفك لكن الأمر بيكون خلاص. بيظهر شخص اسمه جين وبيقول له للأسف ظهر كمان ناس مرضى في القرية، لازم تلحقهم يا سيد مو. السيد مو في اللحظة دي بيقول أنا مش عارف أعمل لهم إيه، وبنكتشف إن هم بيتحولوا لشيء يشبه الأسماك. حرفيا جسمهم بيتحول لشيء وحراشف تشبه الأسماك وبتغطي كل جسمهم. في اللحظة دي السيد مو بيقول احنا لازم نفتح مصفوفة العشيرة، هي يمكن تقدر تعالجهم. بيتصدم جين في اللحظة دي وبيقول هتفتح مصفوفة العشيرة؟ بيقول له فعلا أنا لازم أفتح مصفوفة العشيرة. هو بيقول له لو سمحت يا جين تروح تجيب المفتاح علشان احنا هنبتدي إجراءات فتح المصفوفة وعلاجهم عن طريق المصفوفة علشان نتخلص من المرض ده. جين في اللحظة دي وكل أهل القرية بيكونوا مصدومين من اللي بيحصل، وجين ده بيقول وهو ماشي أخيرا العجوز ده بعد كام سنة هيفتح المصفوفة دي، بقالي كام سنة بحاول علشان أقنعه يفتحها والوقت هيفتحها غصب عنه. هنا بيتكلم يانج وبيقول على فكرة في حاجة غلط في القرية دي، أنا عايز أقعد أتفرج واكتشفها. الإمبراطوريتين بيقول له أنا خايف من الخطر اللي هنا. بيقول له ما تقلقش ما تقلقش أبدا، أنا يانج يا سيادة الإمبراطور، ولا نسيت برضه؟ عايزك دايما تفضل فاكر ان انا الامبراطور السماوي. وفي اللحظه دي فعلا بيفعلوا المصفوفه وبتحاول ان هي تعالج الناس دي لكن ما بتقدرش تعالجهم، ما بتعملش اي حاجه. جيم بيكون برضه ساكت وبيقول انا اللي مسمم الناس دي، وهو مفكر ان هو يعالجهم بالمصفوفه. انا بس السيد هنا يوصل السيد ليه وهتشوفوا اللي هيحصل. السيد مو بيكون مصدوم، هو بيقول اقوى طاقه عندنا هي طاقه المصفوفه، لو هي ما عالجتش الناس دي فانا مش هقدر اعمل لهم اي حاجه حرفيا. وبيظهر مقاتلين اقوياء جدا في السماء وبينزلوا على الأرض، وهو بيكون ده السيد ليو قائد قاعة رون. هنا السيد بقى مو لما بيشوفه بيقول له أيوة أنت المحارب العظيم ليو قائد قاعة رون، إيه اللي جايبك هنا؟ بيقول له ببساطة أنا جاي هنا علشان خاطر آخد المصفوفة، أخيرا فعلت المصفوفة، أنا جاي بقى عشان أمتص طاقة المصفوفة. بيقول له يعني أنت سممت شعبي وقتلت ناس كتير أبرياء ملهمش أي ذنب عشان تاخد طاقة المصفوفة وبس؟ طب ليه عملت كل ده؟ يعني موضوع ما يستاهلش كل ده. بيقول له انا حد ده اللي يستاهل واللي ما يستحقش. بيكون السيد مو مخنوق جدا منه، بيقول له انت مش هتقدر تعمل اي حاجه من غير المفتاح، من غير المفتاح مش هتقدر تمتص المصفوفه. لكن هنا بينادي على جين وبيقول له تعالى لي هات المفتاح يا جين. بيتحرك جين ناحيته وبيقدم له المفتاح، وبيتصدم السيد مو بيقول له انت مننا وابن عشيرتنا واحنا اللي مربيينك، ازاي تخوننا بعد كل اللي احنا قدمناه ليك؟ لكن بيقول له انتوا ناس ضعفاء وهتفضلوا ضعفاء وقريه حقيره وملهاش اي لازمه، لكن مستقبلي هيكون مع السيد رون، هناك هيكون لي قيمة ومكانة وهيكون لي شأن عظيم. في اللحظة دي بيمسك السيد رون المفتاح، ولكن بيبص لجين وبيقول له انت حقير وخاين وعمري ما اثق فيك، وبيضربه ضربة بينزله على الأرض. وبيبتدي فعلا هنا السيد رون ان هو يفتح المصفوفة ويطلع هنا بحورية بحر جميلة جدا، وبيضحك جدا علشان هيمتص طاقة المصفوفة خلاص. لكن في اللحظة دي بنشوف يانج وهو واقف والامبراطور تيان بيقول له اظن ان احنا نمشي من هنا، ما عادش لازمة وجودنا. ومش هتتدخل ولا ايه برضه يا يانج؟ انا شايف ان انت تتدخل علشان
عشان تحميهم. يانج بيقول له لا اصبر خلينا نتفرج يعملوا ايه. بتتقفل المصفوفة تاني وبيكون جين ماسك المفتاح في ايده. هنا بيتعصب السيد رون وبيقول له انت عاطيني مفتاح مزيف وكنت انت اللي بتتحكم في المصفوفة مش انا. انت انسان حقير يا جين، انا هسيبك اصلا كده لازم اقتلك، انت الامر مش هسيبك. لكن جين بيتعصب عليه وبيقول له انا معايا المفتاح وما تنساش ان المصفوفة قوية، انا اللي هخلص عليك يا رون. وفعلا جين هنا بيهاجم رون بهجمة قوية جدا بتقتله، وبيقول للجنود بتوعه ايه رأيكم تحبوا تكونوا معايا ولا اخلص عليكم انتوا كمان. في اللحظة دي بيعترفوا بيه كقائد، لان هم لو ما اعترفوش بيه هيقتلهم هم كمان زي ما قتل القائد. وبيكلم السيد مو بيقول له انت كمان لازم تعترف بيا، ولا انت شايف ان قدامك حل تاني ولا ايه. هنا السيد مو بيكون حزين جدا وبيفكر وبيقول لازم اعترف بيه والا هيقتلني انا كمان. لكن جين بيقول له بما انك لسه بتفكر فانا هخلص عليك ومش هديك وقت تفكر يا عجوز، انا مش هقعد استنى واحد زيك يقعد يفكر. لكن بيظهر يانج في اللحظة دي وبيصد الضربة بتاعته. بيصطدموا كلهم ان يانج بايده بس قدر يصد الضربة بتاعت مفتاح المصفوفة، ومع ان المصفوفة قوية جدا ازاي قدر يعمل كده. يانج بيقول له انت فاكر نفسك قوي ولا ايه، انت مجرد حرامي لسه شخص حقير. هنا يانج بيقول له انا هساعدك لكن انا هاخد المصفوفة دي، ايه رأيك همتصها مقابل ان انا اخلي عشيرتك تنجو من الامر ده. هنا جيم بيقول له انت هتنجو بايه بس، وبيجهز اقوى ضربة عنده وبيخرج حرية البحر وبيوجه الطاقة كلها ناحية يانج. لكن يانج بكل بساطة بيصد الضربة دي بمجرد ان هو يرفع ايده بس. هو بيقول له ما تفكرش ان انت ليك طاقة قدامي. جيم بيقول له انت مفكر نفسك مين، انا هقتلك. وبيوجه كل الطاقة ناحية يانج، هو اللي بيمسك الطاقة دي وبيرجعها لجين تاني حرفيا بتقسمه نصين. هنا بيتوجه يانج للسيد مو بيقول له انا كده قمت بدوري. لكن هنستنى بقى في الحلقات التانية نشوف ايه اللي هيحصل، وهل جين كده انتهى فعلا ومات، وايه اللي هيحصل في القرية وايه الشيطان اللي هيظهر ده. وهنستنى في الحلقات التانية نشوف المعارك دي. اشوفكم الحلقة الجاية، ما تنسوش بقى عايز اوصل 1000 مشترك، ويا ريت تتابعوني، ويا رب يا اصحاب دايما نفضل مع بعض دايما. يلا اشوفكم بخير.